بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا بيكم في جزء جديد من كورس التسويق الالكتروني. ودلوقتي هنتكلم عن الاعلانات على تيك توك. طبعا تيك توك من اشهر ان ما كانش اشهر منصة حاليا في كوكب الارض كله يعني، واكتر منصة متشافة واكتر منصة بيتقضى عليها وقت كبير من فئات مختلفة واعمار مختلفة. فهي بتكون مناسبة جدا للبيزنس بتاعك. لو انت عاوز تعلن عنه على السوشيال ميديا، فتيك توك من الحاجات اللي لازم تفكر فيها. وده لان هو موجود عليه كل الكلاينتس بكل فئاتهم، سواء في مصر او في الخليج او يعني اي حتة. تيك توك يعني منتشر، مش زي مثلا فيسبوك هتلاقينا في مصر بنشتغل بيه اكتر، لكن مثلا هنا في السعوديه تقريبا لما بنيجي نكريت كامبين قليل قوي، يعني ما كانش نادر لما بنشتغل على الفيسبوك، بنشتغل اكتر على سناب شات وانستجرام، تويتر احيانا. تيك توك طبعا ليه نصيب كبير، لكن فيسبوك ده تقريبا معدوم يعني، او في حالات قليله قوي. عكس مثلا سناب شات مثلا، برضه تلاقينا في مصر نادرا ما بنشتغل على سناب شات، بنشتغل اكتر على الفيسبوك وعلى الانستجرام. تيك توك برضه من المنصات اللي بنشتغل عليها. العامل المشترك انك هتلاقي تيك توك تقريبا في اي مكان بتحب تشتغل عليه، سواء في مصر او في الخليج، بيجيب معاك ريتش وفيوز وفولورز. ولو انت بتبيع سيرفيس او بتقدم اي خدمه او بتبيع منتجات، فهو من الحاجات اللي بتجيب لك ترافيك كويس جدا. سواء بتشتغل بقى كونفرجن او بيكسل او ايا كان، كل ده هنعرفه طبعا في الكورس. لكن هو من المنصات اللي حتى ممكن تجيب منها اورجانيك ريتش، يعني انت اصلا ممكن من خلال تيك توك انك تجيب سيلز ومبيعات، سواء انت بتقدم سيرفيس او منتج او انت انفلونسر او من غير حتى ما تستخدم الاعلانات. لان هو من اكتر المنصات اللي الاورجانيك ريتش فيها يعني بفايرل بطريقه يعني مش طبيعيه، لو انت اتبعت شويه حاجات كده. وده طبعا مش موضوعنا، احنا هنتكلم عن البيزنس او البيزنس ادز او الادفرتايزنج على تيك توك يعني بشكل عام. فهو تيك توك يعني لما تيجي اول حاجه ان احنا هنكريت اكونت، فانت تخش على ادز دوت تيك توك. وبعدين لو انت عندك ميل هتسجل بيه. انا طبعا لسه بنبدا من الاول يعني، هتيجي هنا عند ساين اب ناو، وبعدين تبدا هنا انك تدخل الايميل بتاعك. انا مثلا هستخدم الايميل ده، وبعدين بتبدا انك تكريت الباسورد عادي خالص، وبتعلم هنا انك موافق على الشروط والاحكام بتاعه تيك توك. ودي ممكن تعلم عليها او لا، اللي هو الاخبار والايميلات، العروض، الحاجات اللي تيك توك بيبعتها بشكل عام. انا ممكن تكون انت محتاجها، ممكن تكون مش محتاجها، انا مثلا شخصيا مش محتاجها. وبعدين هتعمل ساين اب، وبعدين بيجيب لك هنا عمليه كونفirmation كده، بتختار فيها الشكلين اللي شبه بعض. فنيجي نختار جي مثلا هنا كده ونقول له كونفيرم، فبيبدا ان هو يبعت لك زي كونفirmation كده على الايميل بتاعك اللي انت مسجل بيه. فبتدخل على الايميل بتاعك وتجيب الرقم اللي هو التأكيد ده، وتبدأ انك تأكد الايميل بتاعك. فانا مثلا الرقم اللي وصل لي هو 79A7B9، فنقول له كونفيرم كده. فبعدين بيبدأ ان هو يدخلك علشان تقدر انك تملى البيانات بتاعتك. فيقول لك اختار اسم البيزنس. فمثلا انا هقول البيزنس بتاعي اسمه اوف سايد، مثلا اوف سايد ايجنسي. بتيجي عند الاندستري وبتختار الحاجه اللي انت بتشتغل فيها او الحاجه اللي انت هتعمل اعلانات فيها. هل هي اي كوميرس مثلا، تجاره الكترونيه، ولا حاجه ليها علاقه بالتعليم ولا بالميديا، ولا هي سيرفيس بتتقدم مش خدمه. كل ده طبعا بيكون حسب المجال اللي انت شغال فيه. فمثلا انا اختار الميديا، وهقول له مثلا اذر زي ما احنا شايفين كده. وبعدين هسيب السعودية زي ما هي الكرنسي، غيرها للدولار، والرياض زي ما هي، وتبدأ انك تدخل رقم الموبايل بتاعك وتعمل كونتينيو. بعد كده هتيجي هنا وتختار اكسبت، وبعدين هو هنا بيبدأ انه يسألك على المعلومات بتاعة الدفع. فهو هنا بيسألك عن التاكس ستاتس او الحالة الضريبية بتاعتك، هل انت مسجل VAT ولا مش مسجل. فلو مسجل ومعاك الرقم بتاعك، فبتختار هنا وتحط التاكس اي دي بتاعك. لو مش عندك او مش مسجل بطاقه ضريبيه فما بتختارش. وبعدين بتبدا انك تسجل العنوان مثلا بتاعك والبوستال كود، الرمز البريدي وكل الكلام ده. وبنيجي عند نقطه مهمه هنا جدا، وهي البيمنت ميثود. البيمنت ميثود يعني ايه؟ يعني هو اوتوماتيك ولا مانوال. طب ايه الفرق بينهم وبين الاثنين؟ الاوتوماتيك تقدر تعتبره زي فيسبوك بالظبط، هو حساب مديونيه. يعني ايه حساب مديونيه؟ يعني انت بتروح مثلا لتيك توك ادز، وبعدين بتقول له اعمل لي اعلان مثلا قيمته $1000. فهو ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان هو هيعمل لك الاعلان، وبعد ما يخلصه هيبدا ان هو يسحب الفلوس من البطاقه بتاعتك او من الحساب البنكي بتاعك. طيب، ده بالنسبه للاوتوماتيك. المانوال بقى هو ايه؟
المانوال بكل بساطه هو دفع مقدم. يعني ايه دفع مقدم؟ يعني انت عايز اعلان مثلا ب 500 دولار، فانت هتدي له ال 500 دولار الاول، هتشحنهم تدخلهم في حسابك وتقول له اعمل لي بال 500 دولار دول اعلان. يبقى الفرق بسيط بينهم وبين بعض. الاوتوماتيك هو انت التيك توك بيحاسبك بعد ما بيعمل الكامبين وبيخلصها، اما المانوال هو بيحاسبك مقدما. طيب تختار ايه؟ انا دايما بحب ان انا اشتغل اوتوماتيك. طيب تسالني ليه اوتوماتيك؟ الاتنين مفيش فرق كبير منهم، بس احيانا في حسابات اعلانيه كتير بتتعطل او بتتأيد، بتقف فجأة، وفي منهم اللي بيرجع وفي منهم اللي ما بيرجعش، يعني رغم المحاولات المستميتة، وده عن تجربة شخصية، مش هنا بس، هنا وفي فيسبوك وفي منصات تانية كتير. فساعتها لو الحساب الاعلاني بتاعك اتوقف او اتحجز عليه، بنسبة مش قليلة غالبا الفلوس بتاعتك مش هترجع. انت ممكن تكون شاحن الحساب بتاعك برقم محترم، فوقتها مش بس هتيجي على قد خسارة الحملة الإعلانية ولا على قد خسارة المبلغ بتاع الحملة الإعلانية، لا، الخسارة هتكون في المبلغ اللي انت حطيته في الحساب من البداية. انت ممكن مثلا تكون شاحن مثلا ب 2000 دولار ولا حاجة، وانت عاوز اصلا كامبين ب 200 دولار بس، وسايب الفلوس دي في حسابك لمستقبلا، الحملات المستقبلية، فتيجي تتفاجئ ان الحساب اتأيد وانك ما عرفتش ترجعه. في حسابات بترجع وفي حسابات كتير ما بترجعش، فوقتها هتكون خسرت الفلوس بتاعتك. فانا دايما بفضل ان انا اشتغل اوتوماتيك، عشان لو لا قدر الله، هو ده مش بيحصل في تيك توك كتير يعني، بس لو لا قدر الله حصل والحساب الاعلاني بتاعي اتوقف او الكامبين اتوقفت، فبالتالي ما اضطرش ان انا كمان اخسر فلوسي اللي موجوده او اللي انا سايبها في الحساب بتاعي علشان اعمل بيها حملات مستقبليه. فدايما انا بشتغل اوتوماتيك، انا هعمل الحمله بكذا، خد المبلغ ده من الفيزا بتاعتي بعد ما اخلص الحمله. بعد كده اول ما بنسجل بيفتح لنا زي ما احنا شايفين كده، دي الواجهه بتاعتي اللي هتقابلني واللي ممكن تقابلني في كل مره واللي ممكن ما تقابلنيش تاني لو انا عملت دونت شو ذا بيج اجين. طيب ايه الفرق من الاثنين دول؟ السمبليفايد مود والكاستم مود نفس اللي شفناهم بالظبط في الكورس بتاع سناب شات، اما ان هو بيعمل لك اعلان بسيط لو انت لسه بتبتدي، وده مش بيكون ليك فيه التحكم الكامل، فبالتالي مش هتقدر تكاريت او تكنترول الحمله بتاعتك من فروم اي تو زي. اما الكاستم مود هو المود العادي اللي احنا بنشتغل فيه في كل المنصات، وهو اللي انت بتعمل الحمله بنفسك من البدايه للنهايه. فطبعا احنا هنتعرف على الاثنين كده كده، لكن خلينا الاول يعني نكون عرفنا سريعا الفرق بينهم وبين بعض. لو انت لسه مبتدئ تختار السمبليفايد مود، لكن طالما انت بتحضر الكورس ده فانت بنهايته هتقدر انك تشتغل على الكاستم مود، وهو ده هيكون نظام الشغل بتاعك، لان هو ده الشغل الاحترافي. فخلينا نختار مثلا الكاستم مود. فبيبدا هنا ان هو يعرفك بالكامبينز بقى والاهداف بتاعتها، اويرنس وترافيك وفيديو فيوز، وطبعا الحاجات دي كلها لو انت مذاكر كويس بقى فيسبوك، تويتر، سناب شات، كل الكلام ده احنا شفناه قبل كده، فبالنسبه لك مش هيكون جديد. لكن انت لو داخل كورس الجزء بتاع تيك توك بس، فطبعا الكلام ده كله برضه هيتشرح فروم اي تو زي. وحتى لو انت عارف الكلام ده مفيش اي مشكله، مفيش اي مانع انك برضه تجدد معلوماتك وتراجع عليها. فطبعا كل الكلام ده احنا هنرجع له لما نيجي نكريت الكامبينز بتاعتنا. لكن تعالى نبص كده على الداشبورد بتاعتنا، نقول له ليف. زي ما احنا شايفين هي دي بتكون الداشبورد بتاعتي، واللي بتابع منها ايه اللي بيحصل، او ايه اللي بيحصل في الحساب الاعلاني بتاعي. فهنا مثلا انا لسه عشان اعمل اكونت معاكم فمفيش اي اعلانات، احنا طبعا ده يعني حساب تجريبي كده. فهنا بيجيب لك الحملات اللي شغاله، هنا الحملات اللي مش شغاله، وهكذا. نفس الكلام برضو الكوست انت صرفت قد ايه، طبعا بقى بتحسبه انت سي بي اي او سي تي ار ايا كان هنشتغل ازاي، وكل الكلام ده. وبعدين دي الداشبورد لما بتيجي هنا على الكامبين، فبنلاقي هنا ده المكان اللي انا بقدر اكريت منه الكامبينز بتاعتي. هنا الاد جروب او المجموعه بتاعت الحملات الاعلانيه، هنا الادز لوحدها زي ما احنا شايفين كده. لو جيت هنا دوست كرييت فبيبدا ان هو يوديني ان انا اكريت كامبين. وده بيرجعنا لنفس النقطه اللي احنا كنا عندها من شويه، هو لما تيجي تكريت كامبين بيسالك السؤال ده، هل هو سمبليفايد مود ولا كاستم مود؟ فطبعا احنا اتكلمنا فيه، فخلينا نخش على الجزء الثاني وهو الاسيتس. والاسيتس دي بقى اللي احنا بنتابع منها الشغل بتاعنا كله، زي الايفنتس، زي الاودينس. هل انا عندي كاستم اودينس مثلا عايز اشتغل عليهم، ولا انا عايز اعمل لوك لايك اودينس زي مثلا فيسبوك، طبعا باختلاف المسميات. كل الكلام ده برضو بتلاقيه موجود هنا في تيك توك زي ما احنا شايفين هنا. انا كده ممكن هنا اقول له كرييت اودينس، فهو بيقول لي اختار كاستم اودينس ولا لوك لايك اودينس. فمثلا لما اجي اقول له كاستم اودينس بيبدا ان هو بقى يقول لي هل انت معاك فايل عايز تجيب الناس دول،
ولا عن طريق الانجيجمنت مثلا، او التفاعل على الاب او كل الكلام ده هنعرفه في وقته. لكن هو نفس فكره برضه فيسبوك مثلا، انت عندك هنا لوك لايك وعندك كاستم، وهو يعني الكلام بيكون شبه بعضه قوي في يعني في معظم المنصات. واخر حاجه عندنا هي ريبورتنج، ودي بتشوف منها او بتتابع منها الريبورتس اللي موجوده عندك، سواء الفيديو انسايتس التحليلات بتاعته او الاودينس انسايتس وهكذا. طيب لو انا دلوقتي عاوز اعمل بيزنس اكونت علشان اقدر اعمل منه الحسابات الاعلانيه بتاعتي اللي انا هشتغل عليها، فكل اللي انا هعمله هاجي هنا عند زي ما احنا شايفين البيزنس سنتر. فطبعا انا هنا مش بيكون عندي ولا حساب لاني لسه مكريت الاكونت جديد، فهقول له كرييت نيو. يبدا هنا ان هو يسالني اسم البيزنس سنتر نيم بتاعك ايه، فانا برضو هقول له زي ما احنا اوف سايد نفس الكلام، والتايم زون هنخليه طبعا، فانا اختار مثلا الرياض زي ما احنا شغالين. وبعدين نيجي هنا عند الشرح بتاع البيزنس بتاعك، هل انت ايجنسي ولا ادفرتايزر. طيب ايه الفرق بين الاثنين؟ الادفرتايزر ده انت بتختاره في حاله ان انت عندك بيزنس داخل تعمله الاعلانات بتاعتك، يعني انت مثلا صاحب اي كوميرس ستور مثلا، او انت صاحب ميديا ايجنسي، او انت صاحب اي بيزنس وانت المسؤول عن الاعلانات بتاعته عن البيزنس بتاعك، فهتختار ان انت ادفرتايزر. طيب لو انت ايجنسي، ده معناه انك بتشتغل لعملاء كتير، يعني انت لو ميديا باير مثلا فانت هتختار I'm an agency. اما لو انت بتعمل اعلانات للبيزنس بتاعك بس مش بتشتغل لحد تاني، فهختار I am an advertiser. فانا هختار طبعا I am agency، واقول له الكومباني نيم اوفسايد ميديا ايجنسي، والويب سايت بتاعنا طبعا هو اوفسايد ايجنسي دوت سايت. وابدا ان انا اقول له تالت حاجه اختار البلد بتاعتك، فنختار مثلا نختار السعودية. العملة انا هختار ان انا اتحاسب بالدولار طبعا عشان احنا بنشتغل بيه على طول. وبعدين ابدا ان انا ادخل بقى العنوان بتاعي، وهنيجي هنا زي ما احنا شايفين انا قلت لك ان احنا ما عندناش بطاقة ضريبية فهنختار نوت. والبيمنت ميثود بتاعنا هو هيكون اوتوماتيك مش مانوال، فنقول له كرييت. فدي بتكون الواجهة بتاعتي بتاعت البيزنس اد اكونت بتاعي. هو ده زي ما احنا شايفين كده اللي انا هبدا اشتغل بيه واتعامل بيه، زي ما انا شايف كده اهو سايد ايجنسي. وطبعا الحساب بتاعي هيكون بالدولار. وطبعا انت هنا بتقدر تمانج بقى الحساب بتاعك وتضيف طرق الدفع وهكذا. فخلينا نشوف واحده واحده كده لما نخش على اليوزر. فاول حاجه بتقابلك هي الممبرز دول مين؟ دول لو انت عايز تحط ممبرز في الاد اكونت بتاعك عشان يشتغلوا مثلا من الحساب بتاعك او هكذا، فبتيجي هنا كده عند انفايت ممبر، فيبدا ان هو يسالك اللي انت عايز تحطه ده. انت هتحط الايميل بتاعه عادي هنا، وتختار الدور بتاعه او الاكسس سيتنج بتاعه، يعني ايه؟ يعني الصلاحيات اللي هو مسموح له يوصل لها. هل هو ادمن ده يعني زيك بالظبط، ليه كل الصلاحيات، هو بيمانج الاد اكونت وحتى يقدر يضيف ناس تانية وبيعمل كل حاجه في الاد اكونت زيه زيك بالظبط. اما الستاندرد بيبقى ليه صلاحيات اقل شويه، هو بيكون بيشتغل اكتر على الادفرتايز اكونت والبيزنس بتاعه واداره الحملات الاعلانيه وهكذا. في حاجات تانية اقل شويه مش بنشتغل بيها كتير، لكن خلينا نبص عليها، زي مثلا الفاينانس مانجر مثلا، اللي هو ده بيكون خاص ده المدير المالي، بيكون خاص بقى بان هو يمانج الحته بتاعه الفلوس بقى، سواء اللي داخل او اللي خارج، يغير طريقه الدفع مثلا او يحط طريقه الدفع بتاعته وهكذا. والاناليست ده اللي هو اللي بيحلل الحملات الاعلانيه. فانت بتختار الدور اللي انت عايزه، احنا على الارجح بنشتغل يعني ستاندرد، وبعدين نحط الايميل بتاعه وندوس على انفايت. طيب لو انا عايز اعمل بقى اد اكونت اللي هو بيكون تحت البيزنس اد اكونت بقى عشان اقدر ان انا اشتغل عليه، فباجي هنا عند اسيتس وبقول له هات لي ادفرتايزرز اكونتس. فباجي هنا كده فبيكون عندي خيارين. ايه هم الخيارين؟ الكرييت نيو وريكويست اكسس. طب ايه الفرق بينهم؟ الكرييت نيو ده احنا هنكريت اكونت فروم اي تو زي. طيب ريكويست اكسس يعني ايه؟ يعني انا مثلا كميديا باير لو في حد عنده بيزنس اد اكونت وعايزني انا اشتغل له، اعمل له كامبين على تيك توك بس من البيزنس اد اكونت بتاعه او من الاد اكونت بتاعه، فوقتها بقدر ان انا اطلب منه اكسس ان هو يحطني اعمل الحمله من الايميل بتاعه. يعني مثلا انا لو ميديا باير ممكن ان انا اتفق مع عميل ان انا اعمل له حمله مثلا ثمنها $1000، وهاخد انا مثلا البادجت بتاعي هيكون $500. فالعميل ده حسب الطريقه اللي انتوا بتشتغلوا بيها ممكن يحول لك ال $1500 كلهم على الكريدت بتاعتك مثلا، ووقتها انت هتاخد 500 تسيبهم في الكريدت وال1000 هتشتغل بيها.
ممكن في حاله تانية اللي هو ازاي، اللي هو العميل اصلا بقى عنده الاد اكونت وحاطط فيهم $1000 وبيبعت لك $500 بتاعتك بس. فبالتالي وقتها هتختار انك تطلب منه اكسس، ان هو يكون لك صلاحيات انك تخش على الاد اكونت بتاعه وتشتغل الحمله منه، والفلوس بتاعت الحمله موجوده اوريدي في الاكونت بتاعه، وبتاخد انت الفلوس بتاعتك بس. وقتها باجي اختار ريكويست اكسس، وابدا ان انا احط الاي دي واختار الدور بتاعي على حسب هو هيدوني محلل بقى او اوبريتور او ادمن زيه وهكذا. لكن احنا طبعا هنبدا من الاول، فهنقول له كرييت نيو. ببدا هنا بقى احط الاد اكونت بتاعي اسمه ايه. انا هقول له اسمه اوف سايد زي ما احنا شايفين كده. الاندستريز بتاعتي هتكون في الميديا زي ما احنا شفنا، او ممكن نختار السيرفيس برضو الادفرتايزنج. ماشي خلينا نقول كده. البليس بتاعتي هي موجوده طبعا في مصر، فنقول له ايجيبت. وبعدين نبدا ان احنا نختار الاكونت نيم، فهقول له اوف سايد ايجنسي. التايم زون طبعا نشتغل دلوقتي على الرياض، فهنقول له. وبعدين الكومباني ويب سايت، فنقول له ده كده. وبعدين نيجي عند نيكست. وبكده اكون انا عملت اد اكونت. طبعا هو لسه تحت المراجعه، بس هو ده الاد اكونت بتاعي اللي انا هقدر اشتغل منه فيما بعد على الحملات الاعلانيه بتاعتي. طيب خلينا نكمل كده في الاسيتس. فنروح عند الاودينس. هنلاقي طبعا ان لسه ما فيش اودينس، انا لسه ما كريتش ولا كامبين، فبالتالي ما عنديش اودينس. وبعد كده البيكسلز مثلا دي هنشتغل عليها اكتر لما يكون عندنا موقع بقى وعايزين نربطه، يعني نربط الموقع بتاعنا عشان نشوف الترافيك بتاعه ونشوف الزوار اللي دخلوا عليه عشان نقدر نعمل لهم ريتارجتنج تاني. طيب باجي هنا عند حاجه اسمها التيك توك اكونتس. التيك توك اكونتس دول يعني ايه؟ يعني انا بربط الادز مانجر بتاعي بحساب التيك توك بتاعي. حساب التيك توك بتاعي ايه؟ اللي هو الحساب الطبيعي. لو انا مثلا كونتنت كريتور فهو الحساب اللي انا بعمل عليه الفيديوهات بتاعتي. لو انا مشاهد عادي فهو الحساب اللي انا بتفاعل فيه مع الكونتنت كريتورز واللي بشوف الفيديوهات بتاعتهم عليه. طيب ليه انا بختار ان انا اعمل اكسس ليه او اربطه بالاكونت بتاعي؟ علشان لو انا مثلا زي ما قلنا ادفرتايزر او انا صاحب بيزنس، فبالتالي انا عايز اربط البيزنس بتاعي بالاكونت بتاع البيزنس. ليه؟ علشان اعمل اعلان للفيديوهات اللي موجوده على الحساب بتاعي مثلا. فاجي اقول له هنا ريكويست اكسس، وبعدين ابدا ان انا اعلم على الاثنين دول كده واقول له جنريت كيو ار كود. وببدا ان انا اخش على الموبايل بتاعي واجيب الكيو ار كود وابدا ان انا اسكان الجزء ده، وعلى طول هو بيعمل لينك للاكونت بتاعي مع الادز مانجر. طيب بعد كده لو جينا عند الجزء بتاع البيمنت بقى، هنشوف ازاي نضيف طريقه دفع لينا وايه الطريقه المناسبه لينا. طبعا زي ما قلنا انا بفضل دايما ان انا اختار الاوتوماتيك، عشان لو لا قدر الله حصل اي خطأ مثلا مقصود بقى او غير مقصود، او لو الاكونت بتاعي اتعرض لاي حاجه، فبالتالي الفلوس ما تروحش عليا. فهو ده شكل الجزء بتاع البيمنت بتاعنا. طبعا انا مختار اوف سايد ايجنسي، ده الاكونت اللي احنا هنشتغل عليه. فانا عايز اضيف فلوس مثلا، فباجي هنا اقول له اد بالانس، وببدا هنا ان انا ادخل له الفلوس اللي انا عاوزها. انت بقول لك انت محتاج تشحن قد ايه، فاقول له مثلا انا محتاج $100 مثلا على سبيل المثال. وبالطريقه دي ببدا ان انا احول فلوس من الكريدت بتاعتي. طبعا بدخل بقى بيانات الفيزا والحاجات دي كلها، وببدا ان انا احول منها فلوس للاد اكونت بتاعي علشان اقدر اشتغل الحملات الاعلانيه فيما بعد. في الجزء ده هنبدا ان احنا نتكلم عن الداشبورد بتاعه التيك توك ادز مانجر. ايه هي الداشبورد والكامبينز والتولز والاناليتكس وكل الكلام اللي مكتوب ده؟ يعني عايزين نتعرف على الواجهه بتاعه اعلانات التيك توك اصلا علشان نبدا ان احنا نتعامل معاها قبل ما احنا نكريت الاعلان اصلا. زي ما احنا شايفين كده، بعد ما عملنا اكونت وخلاص ودخلنا وسجلنا وعملنا الادز مانجر وتعرفنا ازاي بنضيف الفلوس ونحط الفيزا وكل الكلام ده كله، بنيجي نفتح بقى هنا على طول. لما بتدخل بيفتح لك هنا اول حاجه الداشبورد. الداشبورد دي تقدر تعتبرها يعني لوحه التحكم بتاعه الاعلانات يعني. فبتلاقي اول حاجه هتقابلها كده في الداشبورد التوداي سبنس. يعني ايه؟ يعني احنا صارفين كام النهارده. طبعا احنا لسه مكريتين الاكونت دلوقتي حالا، مفيش صرف مفيش اي حاجه، لكن ده هيبقى المكان اللي هتعرف منه انت النهارده صرفت قد ايه بالعمله بتاعتك طبعا اللي انت اخترتها. زي ما احنا شايفين ان احنا مختارين دولار عشان احنا بنشتغل بالدولار. بعد كده هيبقى عندنا الاد جروب ستيتس. يعني ايه؟ يعني بيوضح لك حاله الاعلانات بتاعتك، انت عندك كام اعلان شغال. هتيجي عند اكتيفيتي، طبعا هو كله مصفر عشان احنا لسه برضه مكريتين الاكونت، لكن الطبيعي هو هنا مثلا يقول لك ايه؟ اكتف الاعلانات اللي شغاله دلوقتي حاليا، ممكن تلاقي واحد ديسابروفد يعني الاعلانات اللي ما اتقبلتش وهكذا. فبيبدا ان هو هنا يحط لك ارقام الاعلانات اللي شغاله واللي مش شغاله واللي بتتراجع واللي البادجت بتاعتها خلصت وكل الكلام بتاعتنا، والاعلانات اللي ما اتقبلتش وكل الحاجات دي كلها.
طيب لو انا عايز اكريت اد بعمل ايه، او اعمل اعلان بعمل ايه؟ بدوس عند كريت ان اد هنا كده وابدا ان انا كريت اكونت، ودي مش هنجيلها دلوقتي يعني. عندك تحت هنا الاوفر فيو. الاوفر فيو دي بتاعت ايه؟ بيبدا يوضح لك بقى الكوست، التكلفه بتاعت الاعلان او بتاعت النقره كانت بكام، الامبريشن حصل كام تفاعل على الاعلان، كام كليكس، يعني في كام حد ضغط على الاعلان، كام كونفرجن بقى لو احنا بنشتغل كونفرجن اللي هو عايزين نجيب العملاء من تيك توك نوديهم للموقع بتاعنا، ومش بس نوديهم، لا لازم ياخدوا اكشن معين انا اللي بحدده، فبرضه دي هنا بيجيب لي الكونفرجن. نفس الكلام تحت بقى بينطبق هنا، بنلاقي هنا كامبينز مثلا. هنا بتيجي هنا لو انت عاوز تشوف حاجه معينه، يعني هنا بيجيب لك الحمله بتاعتك او الحملات بتاعتك، وتبدا انك تشوف بقى انت عايز تبص على سعر ايه بالظبط تحديدا. يعني مثلا انا هنا مثلا بحدد اول، بيجيب لي كل حاجه ليها علاقه بالكامبين. انت ممكن تكون مش محدد كله، انت عايز حاجه معينه، عايز مثلا الكليكس، عايز تشوف التكلفه، عاوز تشوف الكوست بير اكشن، كل الكلام ده. فبتيجي انت تختار حسب انت عاوز تراجع ايه، او تشوف تسلكت اول، وتبدا انك تختار كل حاجه ليها علاقه بالكامبين بتاعتك. ونفس الكلام بالظبط ينطبق على الجندر والبليسمنتس. طبعا البليسمنتس بالنسبه لنا تكون تيك توك بس. طيب البليسمنتس المقصود بيها ايه؟ المقصود بيها انك ممكن من خلال تيك توك بتبدا انك تشتغل على منصه تيك توك ومنصات تانية معاها. زي ايه؟ زي انك مثلا على ميتا او على فيسبوك تقدر تعمل اعلان لانستجرام، وتقدر تعمل اعلان يحولك على الماسنجر او على الواتساب. كل الكلام ده تقدر تعمله من فيسبوك. برضه نفس الكلام هنا من تيك توك تقدر تعمل اعلان على منصات تانية، بس هي يعني مش متوفره في كتير من الدول. فاحنا بالنسبه لنا البليسمنت بتاعتنا هي كلها تيك توك. والاوبريتنج سيستم نفس الكلام. وده كله شكل الداشبورد بتاعتي او لوحه التحكم بتاعتي اللي بعرف منها الارقام والاحصائيات بتاعتي. الكامبين زي ما احنا شايفين كده بيبدا ان هو يحط لي الحملات الاعلانيه بتاعتي اللي انا عملتها. فزي ما احنا شايفين هنا ادي كده، انا دي حاجه درافت انا لسه كنت يعني بجربها عشان نعرضها دلوقتي يعني. فيبدا ان هو هنا يحط لك الكامبينز بتاعتك والحاله بتاعتها، الاستيس بتاعتها، يعني هي شغاله ولا مش شغاله، ولا هي بتتراجع، البادجت بتاعتها، التكلفه بتاعتها كام، التوتال كوست كلفت قد ايه، السي بي سي او الكوست بير كليك، السي بي ام. كل الحاجات دي بتبدا ان هو يحط لك الكامبينز هنا، وكل حاجه خاصه بيها، الكوست بير ريزلت والكوست بير اكشن والسي تي ار والامبريشن، كل حاجه ليها علاقه بالكامبين بتاعتنا او كل الكامبينز بتاعتنا. يعني هو هنا انت هنا مختار الكامبين ده لو انا بدور على حمله اعلانيه واحده. لا، وعندي كمان الاد جروب. الاد جروب اللي هو ايه؟ الاد جروب اللي هو مجموعه الحملات الاعلانيه. يعني انا عامل مجموعه جواها حملات اعلانيه، جوه الحملات الاعلانيه بقى عندي اعلانات. لما اجي هنا اخش على اد مثلا فيبدا ان هو يجيب لي الاعلانات بتاعتي. فهي دي كل الحاجات اللي انا عندي في الكامبين. ببدا اشوف الاعلانات بتاعتي او الحمله الاعلانيه كلها او المجموعه اللي فيها الحملات الاعلانيه كلها. ممكن ان انا اختار انا عايز افلتر مثلا، مش عايزهم كلهم. انا عايز مثلا الكامبين ستيتس الشغاله بس مثلا الاكتف، لا والله انا عايز الديليتد اللي انا مسحتهم قبل كده مثلا، لا والله انا عايز الانكتف، وهكذا. تبدا انك تختار على حسب انت بتدور على ايه. وانا ممكن ادور مثلا بالميتريكس مثلا، التوتال كوست مثلا او الكوست بير اكشن، وهكذا. فبتبدا انك تختار، ولو انت مش محدد حاجه، مش مختار اي فلتر، فهو تلقائي بيعرض لك كل الحاجات بتاعتك. طيب عندي هنا التواريخ. لو انا مثلا انا شغال بقالي كتير، وانا شغال لعميل مثلا، فعايز اجيب احصائيات مثلا او عايز اعمل ريبورت لاخر شهر مثلا، فباجي هنا احدد التاريخ بتاعي من يوم كذا ليوم كذا. اقول له انا عايز اللايف تايم ده كل الحملات الاعلانيه اللي انا عملتها في تاريخي، ولا انا عايز توداي الحملات الاعلانيه اللي شغاله النهارده بس، ولا اخر 14 يوم، اخر اسبوعين ايه الحملات اللي شغاله، ولا مثلا الاسبوع اللي فات، ولا الشهر اللي فات، وهكذا. كل ده بيتحدد انت عايز ايه. وممكن بقى بعد ما بتبدا تختار الحملات الاعلانيه تبدا انك تعمل كومبير، تعمل مقارنه ما بين مثلا ذيس ويك مثلا. لما نيجي نختار ان ذيس ويك بتوين ايه، او نقارن ما بين ايه وايه لاست ويك. يعني ايه الكلام ده كله؟ يعني انا عايز اعمل مقارنه ما بين ادائي مثلا في الحملات الاعلانيه الاسبوع ده والاسبوع اللي فات، عشان ابدا اشوف بقى انا صرفت قد ايه، انا دخل لي قد ايه، طب السي بي اي عامله ايه النهارده، طب السي تي ار، طب كل الكلام ده برده بيفرق معايا قوي. وممكن ان انا ادخل او اخرج الداتا دي في شكل اكسل شيت. يعني ايه؟ يعني انا خلاص اخترت مثلا ان انا عايز مجموعه الحملات الاعلانيه اللي انا عملتها اخر 30 يوم مثلا الشهر اللي فات، وخلاص وعملت سيلكت مثلا، اخترت دي واخترت دي واخترت دي. بروح جاي هنا عليها عندي حاجه اسمها اكسبورت ريبورت. لما بدوس عليها بيبدا ان هو يعد لي الكلام ده كله اللي موجود عندي في ايه، في اكسل شيت، وابدا ان انا اعمل له سيف على الجهاز عندي. طيب باخد ده بعمل بيه ايه؟
ده مثلا لو انا بشتغل مع عميل مثلا، فهو عايز يشوف اداء الحملات الاعلانيه بتاعته، الراجل عايز يشوف صرف قد ايه، تكلفتها كانت قد ايه، وهكذا. فالكلام ده برضه مهم جدا. طيب حاجه كمان، انا هنا لما باجي اخش على الكامبين هو بيسلكت على طول اللي هو الديفولت كولومنز. طيب لو انا عاوز كاستم كولومنز يعني ايه؟ يعني باجي ادوس هنا كده وابدا ان انا اختار ايه الحاجه اللي انا محتاجها. هو تلقائي برضه بيسلكت اول، اللي هو ايه، التوتال كوست والسي بي سي والسي تي ار والسي بي ام وهكذا. طيب انا مش محتاج كل دول، انا محتاج حاجه واحده بس تخص ايه، تخص مثلا الانجيجمنت، مثلا الحملات اللي هي غرضها التفاعل. فباجي هنا كده مثلا اقول له انا عايز اعرف تكلفه السي تي ار بتاعت حملات الانجيجمنت واعمل كونفيرم. طب انا مش محتاج دي، انا والله محتاج مثلا في الابلكيشنز مثلا او الحملات اللي ليها علاقه بالابلكيشن، فباجي نفس الكلام هنا اعمل اد تو كارت مثلا او تشيك اوت او ايا كان الحاجه اللي انا محتاجها. لكن طول ما انت مش محدد حاجه معينه فهو باي ديفولت كده بيختار لك كل حاجه موجوده. طيب بعد كده بيكون عندي التولز هي ايه؟ ناخدهم واحده واحده كده. الاودينس اللي هم الناس اللي انت بتارجتهم، عندك الاودينس مانجر، ده لما بتدخل عليه، ده لما بتبدا انك تعمل حملات اعلانيه كتير من خلاله بتبدا بقى انك تعمل ايه، كاستم اودينس ولوك لايك اودينس والحاجات بتاعت فيسبوك اللي احنا اشتغلنا عليها قبل كده برضو، لكن لسه هيجي وقتها. فطبعا احنا لسه ما عملناش حملات اعلانيه، فبالنسبه لي مفيش كاستم اودينس ولا لوك لايك اودينس، لكن هو ده بالظبط هي دي الفكره. طيب الكرييتيف يعني ايه؟ الكرييتيف ده هو الجزء الخاص بالاعلان اللي بيتعرض. لما نيجي نخش كده على كرييتيف لايبراري، هنا دخلت عند كرييتيف لايبراري، بعمل ايه بقى في المكتبه بتاعه الكرييتيف دي؟ ابدا ان انا ابلود مثلا الفيديوهات اللي انا عايز اعملها اعلانات، باجي يعني اعملها دراج اند دروب هنا كده وادوس ابلود، وابدا ان انا اختار الفيديوهات اللي انا عايز احطها علشان اعمل اعلان بيها. لو انا مش رابط الاكونت بتاعي اللي هو الاكونت العادي بتاع تيك توك، فمش هاخد فيديو منه، لا انا عايز اعمل فيديو اعلان انا عامله اوريدي، فابدا ان انا ابلود من هنا. نفس الكلام بقى ينطبق على الايمج وعلى كل الحاجات اللي هنا، ببدا ان انا اختار وادوس ابلود. دي الحاجه اللي ليها علاقه بالكرييتيف. المانجمنت بالنسبه لي بتكون لو انا مثلا اعمل اعلان ليد جنريشن، ده لسه برضه هنجيله. طيب انا خلاص عملت، فباجي ابص على الليدز بتاعتي والسيتنج بتاعتنا. خلينا نشوف الليد جنريشن الاول. هنا بيبدا ان هو يعمل لي زي ما احنا عارفين كده الكولكتد داتا اللي انا عملتها او الداتا اللي انا عملت لها ليدز، فيبدا ان هو يجمعها هنا. طبعا برضه احنا لسه ما عملناش، ولما بخلص ممكن ان انا ابدا ان انا اعمل لها اكسبورت من هنا علشان اسيف الحاجات بتاعتي. واخر حاجه عندنا اللي هي السيتنج، ودي اتكلمنا عنها في الاول خالص، لو انا عايز اضيف طرق دفع او الاكونت سيت اب بقى، شكل الاكونت بتاعي والاد مانجر والكلام ده كله. اخر حاجه عندنا هي الاناليتكس. الاناليتكس دي هي التحليلات بتاعتنا، يعني التحليل بتاع الفيديو او الكرييتيف بتاعي او الاودينس ذات نفسهم، بشوف الانسايتس بتاعتهم، هم كام واحد اتفاعل، طب هم فولور ولا نون فولور، طيب ريتش عامل ازاي، طيب كل الكلام ده كله ببدا برضه ان انا اخد ريبورتات منها. وطبعا احنا لسه ما نفذناش اي اعلانات، فبالتالي كل ده بيكون مبهم بالنسبه لي دلوقتي، لكن لما نبدا ان احنا ننفذ اعلانات الكلام ده كله هيتملي. لكن هو دلوقتي طبعا this is currently no need data لان احنا لسه ما عملناش اي اعلانات. طيب دلوقتي نيجي للجزء المهم. انا عاوز اعمل اعلان على التيك توك. قبل ما ابدا ان انا اعمل اعلان لازم اعرف ايه هي اهداف الاعلانات اللي موجوده عندي في تيك توك. والحقيقه ان هي نفس الاهداف تقريبا اللي موجوده على سناب شات، على انستجرام، على فيسبوك، على تويتر، هي نفس الاهداف بتاعتنا. ولو انت ماشي بالتدريج في الكورس الشامل بتاعنا وبدات من فيسبوك، هتعرف ان الكلام هنا سهل وبسيط جدا، انك تقريبا كل الاسيتس بتكون ثابته، كلها بيزكس واحده، كلها حاجات اساسيه، وبيبدا يتغير شكل الاد مانجر بس او تولز معينه، لكن الاساسيات بتاعتنا هي. فبالتالي لما اجي ادوس هنا، دخلنا على داشبورد، لو عايز اعمل اعلان اجي ادوس على كريت ان اد، فبالتالي هو بيسالني سؤال بيقول لي انت عاوز الحمله الاعلانيه بتاعتك هدفها ايه. لو جيت تبص بصه سريعه كده، ولو انت مذاكر كويس اعلانات فيسبوك او انستجرام او تويتر او سناب شات او اي منصه، هتلاقي الكلام ده كله متكرر، مفيش فيه اي حاجه جديده، حتى جوجل ادز. طيب خلينا نبص عليهم برضو بصه سريعه كده ونشوف الاعلانات دي بتتكلم عن ايه. اول حاجه عندنا هي الريتش. الريتش ده الاعلان اللي موجود في فيسبوك، في انستجرام، في اي منصه في العالم. الريتش ده هدفه ايه؟ الريتش هدفه الوصول يعني ايه؟ يعني هو مش بيضمن ليك تفاعل، مش بيضمن ليك مثلا ان هم ياخدوا اكشن معين، امال هو بيعمل ايه الريتش؟ الريتش ده هدفه انه يوصلك لاكبر عدد ممكن من الناس بس بدون شروط. يعني ايه بدون شروط؟ يعني انا بقول بلدي كده،
انا هدي لتيك توك فلوس واقول له اعمل لي حمله هدفها ريتش. الفلوس اللي هديها لك دي هديك مثلا $100، هات لي اقصى عدد ممكن من الناس الاعلان ده يوصل لهم بال$100. مش شرط خالص ان هم يعملوا تفاعل معايا مثلا لايك او يعملوا لاف او يعملوا كومنت، مش شرط ان هم يعملوا شير للفيديو، مش شرط ان هم ياخدوا اكشن معين، مش عايزهم يخشوا على اللينك، مش عايز، انا بس عايز الاعلان يوصل لهم. فهو ده الهدف من الحمله بتاعه الريتش. وهي حمله هدفها في الاول وفي الاخر ايه؟ الاويرنس يعني ايه؟ الاويرنس يعني التوعيه. انا بوعي الناس بالبراند بتاعي. دي بتنفع امتى؟ دي مثلا انا بستخدمها لما اكون ببدا براند جديد مثلا او حاجه، فانا عايز مثلا اعرف الناس بيا قبل ما ابدا ان انا اعلن عن المنتجات بتاعتي او السيرفيسز اللي انا بقدمها. فانا محتاج اوصل للناس الاول، يعرفوا انا مين، يعرفوا هقدم ايه بعد كده، يعرفوا انا بدايتي كانت ازاي، كل الحاجات دي. فهو ده اعلان الريتش ببساطه، ان هو مش بيضمن لك اي حاجه من الحاجات اللي موجوده هنا دي مثلا، بس الفكره في اعلان الريتش ان هو بيوصل لاكبر عدد من الناس بالتكلفه اللي انت هتديها له، لكن مش بيضمن لك ان الناس دي تاخد اي اكشن معاك. طيب بعد كده النوع الثاني من الاعلان عندي، او النوع الثاني من الاهداف الحملات الاعلانيه عندي، هو ايه؟ هو الترافيك يعني ايه؟ يعني انا باخد الناس من تيك توك بوديهم للموقع بتاعي او الويب سايت بتاعي، او لو هو ابلكيشن anyway. يعني الفكره كلها ان انا باخد الناس من هنا بوديهم هنا. يعني ايه؟ يعني انا مثلا عندي ويب سايت مثلا، زي مثلا انا عندي ويب سايت بتاعي اللي هو الخاص بالكونسلتنج، لو الناس عايزه استشارات في الديجيتال ماركتنج او الاي كوميرس او ايا كان. فانا عامل الموقع ده بتخش من خلاله تحجز استشاره علشان نقدر ان احنا نتكلم مع بعض ونشوف انت محتاج مساعده في ايه، او لو عايز تعرض عليها حاجه تاخد رايي فيها او استشاره او ايا كان، كل الكلام ده كله. فانا هنا اروح داخل على تيك توك علشان اجيب الناس تحجز استشاره معايا. اعمل ايه؟ بروح داخل على تيك توك وعامل اعلان هدفه الترافيك يعني ايه؟ يعني تعالوا بعد ما شفتوا الفيديو، تعالوا بقى من الفيديو ده روحوا عندي على الموقع. لما يروحوا عندي على الموقع يبداوا يستكشفوا، يعرفوا انا مين، يحجزوا معايا الاستشاره. طب ده بينفع في ايه تاني؟ بينفع مثلا لو انا عندي موقع لاي حاجه في الدنيا، مش شرط يكون موقع شخصي، مثلا اي موقع مدونه مثلا بلوج على وورد بريس او على بلوجر او ايا كان، وعايز زيارات، عايز الناس تخش تقرا المقالات اللي انا كاتبها، او انا مثلا جرافيك ديزاينر مثلا، فعاوز اودي الناس للبورتفوليو بتاعي علشان يتفرجوا على الشغل بتاعي، فبالتالي يطلبوني لو في شغل مثلا نتعامل كفريلانسز او حاجه. فهو ده فكره الترافيك بكل بساطه. الترافيك يعني ايه؟ يعني انا باخد الناس من تيك توك اوديهم للموقع بتاعي. وده ينطبق على كل انواع المواقع، حتى الستورز كمان. لو انت عندك اي كوميرس ستور، فبالتالي عايز تودي الناس ليه هتوديهم، بس مش هتضمن تفاعل معين، لان دي حاجه اسمها الكونفرجن وهنجي لها دلوقتي. لكن الترافيك لو انا عايز اوديهم للموقع بتاعي وخلاص، يعني تقدر تعتبر ان اعلان الترافيك لو بنيجي نتكلم على الستورز هو شبه قوي اعلان الريتش. يعني ايه؟ يعني هيجيب لك ناس يوديهم الموقع فعلا، بس مش بيضمن لك ان هم ياخدوا اكشن معين. ولو عايز اكشن معين وقتها بنعمل الويب سايت كونفرجن، وده هنشوفه دلوقتي. بعد كده عندي الفيديو فيوز باين من اسمه قوي. لو انا عايز ازود الفيوز بتاعتي والتفاعل عليها بالتالي يعني للفيديو بتاعي، وده مش بنستخدمه كتير في مثلا في الحاجات اللي هي الشخصيه، او قصدي مش في البراند مثلا او في الشغل بشكل عام. بنستخدمه اكتر للاعلانات الشخصيه. لو انا بقدم بقى محتوى، انا صانع محتوى كونتنت كريتور مثلا، فبالتالي بستخدم الفيديو فيوز في البدايه مثلا. او لو انا عندي فيديو معين انا عامل سبونسر لحد، فبالتالي عايز الناس تشوف الفيديو ده، فببدا ان انا استخدم الفيديو فيوز. وهي من اسمها مش محتاجه حاجه، يعني باين ان هو بتزود المشاهدات على الفيديو بتاعك. بعد كده عندي الكوميونتي انتراكشن ده ببساطه ده بيزود الفولورز يعني ايه؟ يعني بيظهر البروفايل بتاعك على تيك توك علشان الناس تعمل لك فولو. نفس الكلام برضو بتاع الفيديو فيوز، ده بنستخدمه اكتر لصناع المحتوى او الكونتنت كريتورز عن الناس اللي بتقدم خدمه مثلا او سيرفيس او عندها اي كوميرس ستور. لان الناس اللي عندها اي كوميرس ستور بيكون هدفها الاول هو الكونفرجن، وبدرجه اقل الترافيك. الناس اللي عندها براند بتبيع بس مش عندها مثلا زي ما احنا عارفين مش عندها ويب سايت مثلا، بتبيع من خلال انستجرام بيج او فيسبوك بيج، بنعمل لها اعلان اكتر للريتش مثلا او الترافيك برضو ممكن. لكن صناع المحتوى بيكون هدفهم الاول هو الوصول لفولورز او فيديو فيوز بالتبعيه. يعني انت بتوصل لفيديو فيوز فبالتالي فولورز. فانا لو عايز فولورز، فالاعلان ده او الحمله اللي دي هدفها اسمه الكوميونتي انتراكشن، ان الناس تزود الفولورز بتاعتها. طيب بعد كده النوع الرابع عندنا او الخامس خلينا نقول هو الاب بروموشن يعني ايه؟ يعني انا عندي ابلكيشن مثلا على الاب ستور او على جوجل بلاي او على هواوي جاليري او ايا كان يعني،
فانا عايز الناس تروح من تيك توك تحمل الابلكيشن بتاعي، عايز اروج للابلكيشن بتاعي، عايز اعمل تسويق للابلكيشن بتاعي، عايز اعرف الناس بالابلكيشن بتاعي. وقتها بعمل الاب بروموشن، يعني الناس هتشوف الاعلان فلما تكليك عليه تلقائي هيوديهم على الصفحه بتاعه الداونلود، ايا كان بقى على اب ستور او على جوجل بلاي او ايا كان. فهو ده ببساطه فكره الاب بروموشن، وده تقريبا اقل الانواع اللي احنا بنشتغل بيها، يعني سواء مع شخصيه او لناس تانية. حتى الاب بروموشن ده تقريبا، يعني انا شخصيا اول ما اشتغلت على تيك توك اب بروموشن خالص، كان اشتغلت على جوجل ادز واحيانا اشتغلت على فيسبوك، لكن تيك توك دي من الانواع القليله قوي 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 اللي انا شخصيا اشتغلت عليها يعني. فالاب بروموشن برضو يعني هو مهم، وارد جدا انه يحصل، وهنشوف ازاي نعمل اب بروموشن وكل حاجه، بس ده من اقل الانواع اللي بنشتغل بيها. بعد كده عندي اعلان اسمه الليد جنريشن، شفناه كتير قبل كده في سناب شات وفي فيسبوك وفي تويتر وفي كل حاجه. الليد جنريشن ده هدفه ايه؟ الليد جنريشن ان انا بحاول ان انا اعمل عمليه البيع بتاعتي بس مش من خلال فيسبوك. يعني ايه؟ يعني عمليه السيلز بتتم بره الفيسبوك عن طريق الداتا اللي انا بجمعها، او سوري عن طريق تيك توك، انا اسف. طيب ده بيحصل ازاي؟ بيحصل على ان انا بعمل اعلان لفورم معينه، الفورم دي هدفها ان العميل المهتم يخش يملى الفورم دي، فبالتالي انا عن طريق الداتا اللي انا هجمعها، سواء بقى الايميل، رقم الموبايل، ايا كان الداتا اللي انا محتاجها منه، انا باخده واكلمه بيها. طيب مين اكتر ناس بتستخدم الاعلانات ده؟ بتوع العقارات. بتوع العقارات ليه؟ لان مفيش حد مثلا هيلاقي مثلا فيلا في التجمع مثلا ب 20 مليون فهيخش يبعت على الخاص عايز استفسر عن سعر الفيلا مثلا، او عاوز اشوف الاوض مثلا شكلها عامل ازاي. لا، عشان دي بتتم بفلوس كتير، والناس المهتمين بالمجال ده بيكونوا قليلين، فما ينفعش ان انا اتارجتهم كده من على الفيسبوك او من على تيك توك وخلاص. لا، انا بعمل حاجه اسمها ليد جنريشن. ليد جنريشن يعني ايه؟ يعني انا ببعت الاعلان وببعت معاه فورم، لو انت مهتم اتفضل حضرتك دخل رقم تليفونك او دخل الايميل بتاعك او ايا كان الطريقه او الداتا اللي انا محتاجها. دي بتختلف طبعا من عميل للتاني يعني. فبالتالي هو لما بياخد دي انا ببدا اكلمه، هو بعت لي الرقم بتاعه، فببدا اديه بقى الكاستمر سيرفيس عندي، هم يبداوا يتكلموا معاه ويعرضوا عليه البيعه اللي انا عايز ابيعها مثلا. بنستخدمها برضه في الكورسات كتير قوي. لو حد مثلا عايز بيدي كورسات مثلا سواء اونلاين او اوفلاين، فعايز يجيب الناس اللي مهتمه بالمجال ده، انا بدي كورسات مثلا في الهاند ميد والكروشيه والحاجات دي كلها، فانا عايز اوصل للناس اللي مهتمه، فبعمل اعلان جنريشن هدفه ان انا اجمع داتا الناس المهتمه بالكروشيه وبالهاند ميد وبالحاجات دي كلها، وبالتالي الناس دي بتخش تدخل رقم موبايلها او الايميل بتاعها، وانا ابدا اتواصل معاهم واتفق معاهم بره عن المنصه عن الخدمه اللي بقدمها او السيرفيس او المنتج اللي بقدمه. بعد كده عندي اعلان اسمه الكونفرجنز. الكونفرجن ده اعلان غرضه ايه؟ هو شبه الترافيك قوي بس بمهام معينه. بمهام معينه يعني ايه؟ يعني دلوقتي الترافيك، لو انا مثلا خلينا نتكلم عن الاي كوميرس ستور مثلا زي امازون، زي جوميا مثلا، زي نون، ايا كان. انا دلوقتي امازون لو جيت اعمل له اعلان ترافيك، فانا بقول للناس روحوا من تيك توك خشوا على امازون، خشوا بقى واقفلوا الصفحه تاني، خشوا واعملوا اد تو كارت وما تشتروش، خشوا العبوا في المنتجات، خشوا اعملوا مثلا خدوا اللينك بتاع الريفرال وادعوا اصحابكم، اعملوا اللي انتوا عاوزينه. انا غرضي من الاعلان ده بس الترافيك، ان انا هاخد لك الناس من تيك توك اوديهم الموقع وهم يعملوا اللي هم عايزينه جوه. لكن الكونفرجن بيبقى هدفه ايه؟ الكونفرجن فيه هدف من ان انا اودي الناس دي الموقع بتاعي. يعني ايه؟ يعني انا بتحاسب على الاكشن اللي خده العميل. اكشن خده العميل يعني ايه؟ يعني انا بعمل اعلان كونفرجن هدفه ان الناس تخش على منتج معين، لو حصل وان العميل دخل على الموقع وخرج منه تاني، العميل ده ما بيتحسبش كونفرجن. يعني ايه؟ يعني التيك توك مش بيحاسبك على العميل ده لانه بالنسبه لك هو مش عميل. طبعا العميل ده بيبقى سعره اغلى من العميل الترافيك لان ده جاي من غير هدف، لكن العميل اللي جاي كونفرجن انا بقول لتيك توك انا عايزك تجيب لي العملاء اللي هتخش تتفرج على المنتج ده، ده احسبه لي عميل. طب دخل شاف منتج تاني، لا ده ما بيتحسبش، انا ده ما جاليش. طيب ممكن اعمله ايه تاني؟ ممكن اعمله لو هو عايز مثلا اد تو كارت. اد تو كارت يعني ايه؟ يعني دخل حط المنتجات في السله، اللحظه اللي هيحط المنتجات فيها في السله تمام خلاص كده احسبه لي عميل. طب ممكن اعمل ايه؟ اللحظه اللي هيحط المنتجات في السله ويعمل تشيك اوت، ده كده احسبه لي عميل. طب ممكن اعمل ايه؟ ممكن اعمل ان العميل ده يتم عمليه الشراء. يعني ايه؟ يعني الكونفرجن بيبقى هدفه ان العميل ياخد اكشن معين جوه الموقع، انت اللي بتحدده طبعا حسب انت شغال ازاي. كون العميل خد الاكشن ده فبالتالي هو كده اتحسب عليك عميل كونفرجن. طب لو العميل دخل الموقع وما خدش الاكشن اللي انت تحدده، كده ما اتحسبش عميل.
يبقى ايه الفرق سريعا ما بين الترافيك والكونفرجن؟ الترافيك بالنسبه لي هو ان انا بودي العميل من المنصه للموقع يعمل اللي هو عايزه، ان شاء الله يقفل الصفحه ويخرج تاني، هو طالما دخل اتحسب عليا عميل كده، تيك توك هيحاسبني على العميل ده. لكن الويب سايت كونفرجن معناها ايه؟ معناها ان العميل يخش الويب سايت وياخد اكشن معين انا اللي محدده، خد الاكشن ده حاسبني عليه، دخل الويب سايت قعد 70 ساعه جوه وما خدش الاكشن اللي انا عايزه، لا ما تحاسبنيش، مش مشكلتي. بس طبعا اعلان الكونفرجن بيبقى اغلى من الترافيك كتير. ليه؟ لان اعلان الكونفرجن بيكون في هدف معين لازم يتحقق، انما الترافيك مش لازم يتحقق. نفس الكلام ده بالظبط ينطبق على اعلان الريتش واعلان الفيديو فيوز او الكوميونتي انتراكشن. يعني ايه؟ يعني الريتش ده هدفه الوصول يعني ايه؟ يعني انا هودي لك الاعلان للعملاء اللي انت عايزهم، بس مش هضمن لك ان هم يعملوا لايك، مش هضمن لك ان هم يعملوا كومنت، مش هضمن لك ان هم يعملوا لك فولو، مش هضمن لك زياده فيوز، مش هضمن لك، انا هوصل لك. طب لو انا عايز هدف معين، انا عايز فولورز، لا وقتها ما اعملش اعلان ريتش، اجي اعمل اعلان ايه؟ كوميونتي انتراكشن. طب انا عايز فيديو فيوز، وقتها ما اعملش اعلان ريتش، لا انا هعمل اعلان غرضه الفيديو فيوز، وهكذا. طيب خلينا نبدا في اول نوع من انواع الحملات بتاعتنا، وخليني اقول لك انك لو عرفت تعمل واحد غالبا بتعرف تعمل كله، بس احنا كده كده هنطبق على كله. ناخد النوع الاشهر بالنسبه لنا لصناع المحتوى، هو الكوميونتي انتراكشن او زياده المتابعين. فباجي هنا اختار هدف الحمله بتاعتي هو كوميونتي انتراكشن، وابدا ان انا ابدا ان انا اختار الكوميونتي انتراكشن، وبيبدا ان هو يقول لي اول حاجه سمي الحمله بتاعتك. فانا اسميها مثلا ممكن هشام واحد مثلا. انا سميت الحمله بتاعتي ده الكامبين بتاعتي. باجي الاقي عندي هنا اختيارات. الاختيارات دي هدفها ايه؟ اول حاجه بلاقي عندي التست سبليت. التست سبليت دي معناها ايه؟ معناها ان انا بقارن بين حملتين او اكتر. يعني ايه؟ يعني انا مثلا عامل حمله او عامل اعلان وعندي فيديوهين مختلفين للاعلان، عايز اشوف ده اللي هيفايرل اكتر وينتشر ولا ده اللي هيفايرل اكتر وينتشر فاصرف عليه. يعني مش عايز ارمي فلوسي في اعلان مش مضمون. انا مثلا عندي 2 كرييتيف ومش عارف مين اللي ممكن يفايرل فيهم، فانا عايز اصرف على اللي هيفايرل فيهم. فاعمل ايه؟ اجي اعمل هنا حاجه اسمها كرييت سبليت تيست. يعني ايه؟ يعني انا معايا حملتين او معايا 2 كرييتيف، دور انت فيهم وشوف لي ايه اللي هيفايرل اكتر عشان اقدر اشتغل عليهم بعدين. ده لو عايز تعمل مقارنه ما بين الحملات او عايز تعمل تيست. يعني طبعا احنا في الاول فمش هنحتاج ان احنا نعمل كريت سبليت تيست، فهنسيبه مقفول. الحاجه الثانيه عندي هي الكامبين بادجت اوبتمايزيشن. يعني ايه الكامبين بادجت اوبتمايزيشن؟ يعني لو جيت تاخدها باختصار كده هتلاقي سي بي او، نفس اللي شفناها برضو في فيسبوك قبل كده. طيب السي بي او دي هي ايه اصلا؟ لما باجي اعلم على السي بي او دي فانا كده بقول للتيك توك يعني انا عندي مثلا هنا حملتين، هشتغل على الحملتين اللي انا عملت لهم سبليت تيست دول. الحملتين دول باستهداف مختلف، يعني كل حمله ليها استهداف معين. السي بي او ده بقى معناه ايه؟ معناه ان انا هشتغل الحملتين ببادجت واحد. يعني الحمله دي مش ببادجت معين والحمله دي مش ببادجت معين، لا انا هستخدم الحملتين بنفس البادجت وهحط لك البادجت ده. طيب لما بعلم على السي بي او ده فهو معناها ايه؟ معناها ان انا بقول للتيك توك شوف انهي حمله اللي ناجحه اكتر واصرف فيها. شوف انهي حمله ناجحه اكتر واصرف فيها. يعني ما ترميليش فلوسي كلها هنا وما ترميليش فلوسي كلها هنا. انت هتعمل تيست سي بي او وهتشوف الحمله دي والله الاستهداف بتاعها احسن، واصله للناس المطلوبه، بتجيب فولورز اكتر فعلا، خلاص اصرف في دي اكتر من دي وكمل فيها، وهكذا. فانا بختار سي بي او برضو لو انا عامل حملتين. لو مش معلم عليها فانا كده بشتغل اي بي او. بعد كده بختار اللي هو السيت اب بادجت. يعني ايه؟ يعني اختار يعني السعر بتاع الحمله بتاعتك. انا برضو ده مش هحدده دلوقتي، انا هختار ان انا احدده من جوه. فدول باختصار اول حاجه انت بتقابلها في السيتنجز بتاعت الحمله بتاعتك واتكلمنا عنهم. بعد كده هتدوس كونتينيو. بيبدا ان هو يعرض عليك اول حاجه البليسمنت. والبليسمنت زي ما اتكلمنا قبل كده طبعا انا موجود في السعوديه دلوقتي وبرضه في مصر نفس الكلام، بيكون مفتوح عندك تيك توك بس، لكن في دول تانية بيكون في اكتر من بليسمنت، لكن احنا بالنسبه لنا كده كده بنشتغل على التيك توك. طيب بلاقي حاجه هنا اسمها ادفانسد سيتنج. الادفانسد دي معناها ايه؟ هلاقي هنا ان هو فاتح لي شويه اختيارات كده، انا ليا ان انا افتحها وليا ان انا اقفلها. اول حاجه اليوزر كومنت. هل عايز الناس تقدر ان هي تعمل كومنت على الحمله بتاعتك؟ انا بالنسبه لي بقول خليهم يعملوا. يعني انت ممكن مثلا تلاقيها ايه مقفوله كده، بس انا بالنسبه لي كده، انا بالنسبه لي بقول لا خليهم يعملوا كومنت، لان دي من الحاجه اللي بتزود التفاعل حتى لو الفيديو موجود فعلا. يعني لو انا عامل اعلان لفيديو موجود اصلا، مش انا عامل له ابلود من اللايبراري، لا هو موجود على التيك توك اكونت العادي بتاعي، فده بيزود التفاعل الاورجانيك. ده بعد كده بيزود الاورجانيك ريتش، فانا بخلي اليوزر كومنت مفتوح. طيب الاختيار اللي بعد كده هو فيديو داونلودد. فيديو داونلودد يعني ايه؟ يعني الناس تقدر تحمل الفيديو بتاعك.
لما باجي اعمل اعلان بصراحه بفضل ان انا ما افتحش ده خالص، انا بسيبه. وبعدين الفيديو شيرنج برضه بسيبه لنفس السبب، بسيبه مفتوح يعني لنفس السبب بتاع الكومنت، عشان الاورجانيك ريتش لو الفيديو موجود على الحساب بتاعي اصلا، مش انا رافعه من اللايبراري. لكن في جميع الاحوال انا بقفل الفيديو داونلود. فده بالنسبه لي الادفانسد سيتنج. بعد كده بنيجي عند التارجتنج. احنا دلوقتي عايزين نتارجت، عايزين الاعلان ده يروح لمين؟ اول حاجه بقول لها، هو بيقولها لي او بيسالها لي، هو السلكت تارجتنج مود. يعني ايه؟ اختار المود اللي انت عايز تشتغل بيه، هل انت عايز تشتغل كاستم ولا عايز تشتغل اوتوماتيك؟ وقتها انت بتختار. لكن احنا طبعا في البدايه لازم نشتغل كاستم. لازم نشتغل كاستم يعني ايه؟ يعني لازم نحط عملاء بايدينا، لازم احنا اللي نعمل العملاء بايدينا، مش نخلي تيك توك يختارها. طب ليه مش نخلي تيك توك يختارها؟ لان هو التيك توك اصلا بيعمل الاوتوماتيك تارجت ده عن الاوتوماتيك تارجتنج ده عن طريق ايه؟ عن طريق التعلم. انا عملت 5 6 حملات اعلانيه قبل كده، فتيك توك فهم. يعني انا مثلا خلينا نقول من الاول خالص، انا عندي منتج معين، المنتج ده بيروح لفئه معينه بس هي اللي بتشتريه. فلما عملت 5 6 اعلانات وفي منهم شويه نجحوا، فتيك توك اوتوماتيك فهم ايه؟ فهم نوع العميل اللي انت عايزه، فهم نوع الشخص اللي هيشتري منك، فهم سن الشخص اللي هيشتري منك، فهم الشخص اللي بيشتري منك اهتمامه بايه. فبعد شويه اقدر اعمل اوتوماتيك تارجتنج. يعني ايه؟ يعني هو كده كده اصلا تيك توك عارف انا بتارجت مين وعارف انا بدور على مين، فاعمل اوتوماتيك وانت مطمن. لكن في البدايه الموضوع هيبقى بشكل عشوائي جدا، ان ده اول اعلان ليك، فهو يعرف منين اصلا انت بتارجت مين؟ يعرف منين هم سنهم كام؟ يعرف منين هم مهتمين بايه؟ يعرف كل الكلام ده هو ما يعرفوش ليه؟ لان مفيش اصلا بيزكس باني عليها. نفس الفكره بتاعت دلوقتي شات جي بي تي. شات جي بي تي اصلا بيتغذى، او المصدر الجروسنج بتاعه او النمو بتاعه هو ايه؟ هو التعلم. الناس بتدخله داتا اكتر، فبالتالي بيكون عنده معلومات اكتر يقدر يفيدك فيها بعدين. طيب نفس الكلام ينطبق بالظبط هنا على التيك توك. الاوتوماتيك هنا معناه ان انا عندي حملات قبل كده، فتيك توك فاهم دماغي من الاخر، هو عارف انا عايز مين فهيجيبه لي. لكن انا لسه في البدايه، لسه مش عارف، انا شخصيا اصلا مش عارف انا العميل بتاعي مين الكويس ومين اللي مش كويس، فوقتها انا هختار الكاستم تارجتنج. اول حاجه بيسالك عليها طبعا هو اللوكيشن. انا طبعا هنا في السعوديه، انت بتيجي تختار الدوله اللي انت عايزها. لما نيجي نختار مثلا هنا كده هتلاقي في ايجيبت، اندونيسيا، ايا كان بقى. فانا مثلا هختار السعوديه، بس انا مش عايز السعوديه كلها. يعني ايه؟ يعني انا مثلا هاجي هنا كده وادوس على السهم اللي جنب السعوديه ارابيا ده، وابدا ان انا اختار منهم اللي انا عايزه. انا مثلا مش عايز مثلا مكه مثلا على سبيل المثال، فبيبدا ان هو يحط لي المحافظات اللي انا المفروض اختار منها. فده بيكون طبعا حسب التارجت بتاعك. والله انت بتارجت المدينه بس، حط المدينه بس. انت بتارجت المدينه والرياض، سيب المدينه والرياض. انا مثلا مش بتارجت تبوك مثلا، فهروح شايلها كده بس، واقول له خلاص استهدف لي السعوديه كلها ما عدا تبوك. او مثلا هروح شايل القصيم كمان، مش عايز اسير القصيم، وهكذا. بتبدا انك تتارجت، او انت عايز تتارجت كله فبتروح عامل كده اهو، تشيل ده كله كده. انا بتارجت يا سيدي السعوديه كلها. ده مثلا ممكن يختلف لو انت مثلا بتبيع منتج فمش بيوصل للقصيم مثلا، او مش بيوصل للقطيف، او مش بيوصل للمنطقه الشرقيه، او ايا كان انت عايز فين، فهو مش بيوصل هناك، فبتختار كله ما عدا المكان اللي مش بيوصل له. طب لو انت بتقدم سيرفيس تقدر الناس كلها تروح لها، فتبدا انك تختار مثلا السعوديه كلها، وهكذا. بعد كده بتيجي عند اللانجوج دي، برضو بتختارها على حسب انت عايزهم بيتكلموا ايه. طبعا احنا لما بنيجي نتكلم في مصر فهو يا بيبقى عربي يا انجليزي، فانا بخليه كده عربي وبعدين انجلش مثلا. ده لو احنا بنتكلم على مصر ببدا ان انا اخليه عربي وانجلش. وعربي وانجلش ده مش المقصود بيه اللي هو الناس بتتكلم انجليزي جوه مصر، لا، الناس اللي عامله الابلكيشن بتاعها انجلش، اللي بيستخدموا الابلكيشن انجلش، فبالتالي انا ببدا ان انا استخدمه. فانا مثلا بتارجت عربي وانجليزي. بعد كده بتخش على الجندر، او انت بتارجت مين؟ رجاله ولا ستات ولا كلهم؟ والله حسب المنتج بتاعك. لو انا مثلا بتارجت مثلا منتج ساعات رجالي، وقتها مش هينفع اختار مثلا فيميل. ليه؟ لان هو ده مش التارجت بتاعهم. ممكن مثلا انا عارف ان في ممكن فيميلز يشتروا ساعات رجالي لاصحابهم، لاخواتهم، لايا كان الشخص اللي هيشتروا له، فده ممكن. لكن انا بالنسبه لي النسبه الاعظم هتكون ايه؟ هتكون الميل، هم اللي هيكونوا مهتمين اكتر بالساعات الرجالي. نفس الكلام ينطبق لو حاجه حريمي. فكل ده برضه بيرجع لايه؟ بيرجع حسب انت بتارجت ايه. انت لازم تكون عامل اسمه باير بيرسونا الاول، عشان تفهم دماغ العميل اللي انت رايح له. انت بتارجت رجاله ولا ستات ولا الاثنين؟ فرضا مثلا انا بقدم سيرفيس تنفع للاثنين، هختار الاثنين. بعد كده نفس الكلام على الايدج برضه. انت الفئه بتاعتك اللي هتشتري منين؟ الفئه الاكبر اصلا من الموجوده على تيك توك لو بنتكلم على مصر هم دول من 13 ل 17. وللاسف بنسبه كبيره دول اصلا ما عندهمش فكره القوه الشرائيه اصلا، ان هم دول اصلا
كلهم قصر، فبالتالي مش كلهم او اغلبهم مش هيعرفوا يشتروا حاجه اصلا، مش هيعرفوا يشتروا سيرفيس، مش هيعرفوا يشتروا منتج. فالفئه دي دايما انا بستبعدها لو انا ببيع خدمه او منتج، مش لو انا عايز فولورز. افرض انا بقدم محتوى يتعلق بيهم وعايز فولورز او عايز فيوز، فوقتها بختارهم. لكن هو في العادي انت بتختار اول، او بتختار على حسب برضو الباير بيرسونا بتاعتك. انا شايف الباير بيرسونا بتاعتي مثلا من 18 ل 24، ومن 25 ل 34، لان تيك توك اصلا يعني الناس الكبيره مش كلهم بيستخدموه. فبالتالي لازم اعرف انا بتارجت مين، لازم ابقى فاهم البلاتفورم اللي انا شغال عليها دي رايحه فين ورايحه لمين. فبالتالي مثلا انا يعني اكتر استهداف بشتغل عليه من 18 ل 34، هم دول الناس اللي انا بشتغل عليهم فعلا. وفي احيانا قليله قوي بضيف معاهم من 35 ل 44، لكن مش دايما. لكن انا بالنسبه لي على الاغلب طالما بشتغل حاجه ببيع، مش حاجه ليها علاقه بالتفاعل يعني او الانجيجمنت او كده، فبستبعد من 13 ل 17 والناس الكبيره دي برضو. فانت ممكن تختار اللي انت عايزه. فدي بكل بساطه خلينا نقول برضو قول، وهو يختار ما بينهم. بعد كده بنيجي عند السبيندنج باور. بعد كده باجي عند السبيندنج باور بخليها اول زي ما هي كده. وبعدين بنيجي للجزء الاهم دلوقتي، وهو ايه؟ وهو الاودينس. هو دلوقتي بيسالني انت الاودينس بتاعك عايزهم ايه؟ كاستم ولا لوك لايك؟ لا احنا اصلا ما عندناش كاستم ولا لوك لايك، لان دي اول حمله اعلانيه، فبالتالي احنا هنسيبها زي ما هي. ونفس الكلام على الاكسكلود. اكسكلود يعني ايه وانكلود يعني ايه؟ انكلود يعني هو بيقول لك انت عايز تودي الاعلان ده لمين. فلو انا مثلا عندي كاستم اودينس، كاستم اودينس يعني ايه؟ يعني جمهور انا عامله قبل كده، انا محدده بنفسي قبل كده وانا عامل جمهور، وهنيجي في وقتها نعرف نعمله ازاي، فباجي اختار من هنا. طب اللوك لايك يعني ايه؟ اللوك لايك يعني الجمهور بتاع حمله معينه قبل كده، انا الناس دي عجبتني واشترت كويس، فانا عايز ناس شبه الناس دول مش هم الناس دول. فطبعا ده بيحصل لما يكون انت عندك داتا اصلا وانت عملت حاجات قبل كده. فمثلا على سبيل المثال نقول مثلا انا عايز اعمل حمله لوك لايك شبه ناس انا جبتهم قبل كده، وعايز استبعد كاستم اودينس، ناس معينه كده كاستم انا كنت عملتهم مش عايزهم يشوفوا الاعلان بتاعي، او مش عايز الاعلان بتاعي يوصل لهم، فباجي اختار من هنا. بعد كده بنيجي عند الانترستس والبيهيفير. يعني ايه؟ يعني الناس بتاعتك دي مهتميه بايه. فانا هاجي هنا مثلا كده واقول له هم مهتمين بايه. انا مثلا بقدم ايه؟ انا بقدم خدمه اديوكيشن مثلا تعليميه، فاجي اقول له ان هم مهتمين بالاديوكيشن. طيب الفيديو انتراكشن مثلا، انا دايما بقول حاول ما تزودش عن 3 أو 4 اهتمامات من كل دول. يعني ما تحطش كتير وخلاص وكده انت بتملى، لا انت كده تقدر تقول انك بتتوه التيك توك، ما بيبقاش عارف يوصل للعميل بتاعك. فانا بختار حاجات شبه بعض وقليله، لازم دايما كده. فانا قلت انا بختار الانترست هم مهتمين بايه، يبقى انا اخترت ان هم يكونوا مهتمين بالمحتوى الاديوكيشن التعليمي. طيب بيتفاعلوا على فيديوهات ايه؟ انا بقدم محتوى تعليمي في ايه؟ مثلا محتوى تعليمي في الرياضه مثلا، بعمل كورسات مثلا ليها علاقه بالجيم والتغذيه وكده، فاجي اقول له مثلا انا بعمل كده. فاجي هنا عند سبورتس دي كده واقول له انا عند سبورتس، ممكن اسيبها احددها كلها او اشيلها. مثلا انا بشتغل في فيلد معين، بشتغل في التغذيه مثلا، فاقول له الفيتنس والهيلث مثلا، وابدا ان انا اشيل دول كده. بعد كده اجي عند الكريتور انتراكشن، بيتفاعلوا مع انهي كريتورز مثلا، او التفاعل عند اكتر كريتورز مين. اجي اختار منهم برضه بتوع السفر مثلا، ولا بتوع الفن، ولا الديلي لايف، ولا. فانا بالنسبه لي برضه هاجي اختار هنا فيتنس اند هيلث. انا عايزهم من الناس اللي هم بيتفاعلوا مع الكريتورز اللي هم بيصنعوا محتوى خاص بالتغذيه وبالصحه وهكذا. طيب بعد كده عندي الهاشتاج مثلا. الهاشتاج ده لو هم اتفاعلوا مع هاشتاج معين، ودي من اقوى الحاجات على فكره اللي بتزود اللي زي ما احنا عارفين التفاعل فعلا وبتوصل الاعلان بشكل كويس قوي، ان هم اتفاعلوا مع هاشتاج معين. فانت بتيجي تختار هنا برضو اللي يناسبك. فبس انا دايما بقول لك حاول ما تزودش عن 3 4 اهتمامات، ده ماكسيموم بالنسبه لك، ويكونوا شبه بعض. فانا زي ما احنا شايفين انا اخترت ايه؟ اخترت ناس مهتمه بالمحتوى التعليمي، بيتفاعلوا مع الفيديوهات وصناع المحتوى اللي بيقدموا محتوى خاص بالصحه وبالتغذيه او بالفتنس. فهم دول الفئه اللي انا محتاجه. ولما تيجي تبص هنا كده هتلاقي ان دول عددهم في السعوديه كام؟ اكتر من يعني من 200,000 ل من 22 مليون ل 27 مليون. فده معناه ان الاعلان بتاعي رايح في حته كويسه. حتى هنا هنلاقي مكتوب فيرلي بورد زي ما احنا شايفين، فكده انا ماشي صح. بعد كده نخش على حته الديفايس دي. انا عامه مش بعلم فيها حاجه، يعني هو هنا بيسالك اندرويد ولا اي او اس، انت عايز مستخدمينك اللي هم يستخدموا الاندرويد ولا الاي او اس اللي هو الايفون. انا شخصيا بختار اول. طيب افرض انت بتقدم حاجه مثلا ليها علاقه بالاندرويد بس مثلا، مش محتاج بتوع الاي او اس، فبتختار انت ده برضه بيكون حسب الباير بيرسونا بتاعتك. بس انا بالنسبه لي بختار اول. ونفس الكلام برضه بقول لك هنا اختارهم هم مشغلين واي فاي ولا داتا. طب لو مشغلين داتا 3 جي ولا 5 جي ولا اني واي، فانا برضه بختار اول في الديفايس ايا كان. بعد كده باجي عند الكونتنت اكسكلوجن، وهو غالبا بيكون مختاره ستاندرد يعني. فلو انا في البدايه ممكن اخليه زي ما هو ستاندرد، وبعد كده ممكن ابقى اغير، بس انا بفضل في البدايه ان هو يبقى ستاندرد. بعد كده بنخش على البادجت.
هو هنا بيسالني انت عايز ديلي بادجت ولا لايف تايم بادجت. طيب ده بيتحدد على ايه؟ ده بيتحدد على اساس انت محدد عدد معين للحمله ولا سايبها مفتوحه وخلاص. طيب يعني ايه برضو الكلام ده؟ يعني لو انا بالنسبه لي مفيش مده معينه، يعني ايه؟ يعني انا عايز الحمله تبدا مثلا يوم 18/7 او 18/7 النهارده، ومش عايزه يعني انا مش عارف هخلصها امتى، انا عايز زي ما تيجي تيجي، وهصرف في اليوم مثلا $20. فابدا ان انا اقول له اختار انت كده، انا عايز في اليوم $20. طيب انا هنا اخترت ديلي بادجت ليه؟ لان انا مش عارف هوقف الحمله امتى. طب لو انا عارف هوقف الحمله امتى، لو انا مثلا هشتغل الحمله دي 10 ايام، فوقتها هاجي رايح كده عند اللايف تايم بادجت، وهو تلقائي بيبدا ان هو يقول لي حط ايه، حط ستارت تايم، هتبدا امتى وهتقف امتى. فانا مثلا هشتغل 10 ايام، فابدا ان انا اقول له من 18/7 ل 28/7. خلينا نرجع كده 18/7 ل 28/7. انا هشتغل 10 ايام مثلا، فاقول له اللايف تايم بتاعتي 10 ايام، وهشتغل مثلا في خلال 10 ايام دول ب $250 مثلا. فهو ده الفرق ما بين الديلي واللايف تايم. الديلي لو انا مش محدد ايام معينه فبسيبه يشتغل ديلي، لو محدد ايام معينه انا الحمله بتاعتي عايزها 10 ايام بس، فبالتالي انا محتاج ان هو يكون لايف تايم بادجت. طيب ليه اصلا بختار كده؟ لان لما بختار لايف تايم بادجت فهو كده بيبدا يوسع لي او بيبدا يوزع لي الفلوس بتاعتي حسب التفاعل بتاع اليوم. يعني ايه الكلام ده كله؟ يعني انا مديله $250، او خلينا نحسبها، يعني خلينا نقول مثلا الحمله 10 ايام، في اليوم $20 يبقى ب $200. فيبقى كده اليوم بكام؟ اليوم ب $20. طيب لو انا عملتها لايف تايم او لو عملتها ديلي وسبتها $20 في اليوم، ده معناه ايه؟ ده معناه ان كل يوم مطالب انه يصرف $20. طيب في ايام بيكون التفاعل فيها عالي، وطالما التفاعل عالي يبقى السعر اقل، وفي ايام بيبقى التفاعل فيها قليل، وطالما التفاعل قليل يبقى سعر العميل او سعر النقره او سعر الكونفرجن او سعر اغلى. فلو انا قلت له ديلي واديت له ليميت $20، فهو كل يوم لازم يصرف ال $20. طب افرض السي تي اي مثلا او السي تي ار او السي بي ام او ايا كان تكلفتها في اليوم ده كانت $5، ممكن في يوم تاني تبقى ب5 سنت وهكذا. فهو ملوش دعوه، انت طالما قلت له ديلي يعني يوم ما تبقى ب$5 يجيب، ويوم ما تبقى ب5 سنت يجيب. طب لو انا عاملها لايف تايم بادجت ومديله بادجت الميزانيه كلها $200، فهو بيصرفها على حسب الايام. يعني ايه؟ يعني مش شرط كل يوم يصرف $20، بس هو مطالب انه في خلال ال10 ايام يصرف $200. يعني النهارده صرف 100، بعده صرف 10، بعده ما صرفش خالص، بعده صرف 30 وهكذا. فدي بتتحدد على اساس انت محدد ايام معينه ولا انت مش محدد ايام معينه. بعد كده بتيجي هنا عايز تشتغل الحمله في ايام معينه ولا في كل الايام. لو انت عايزها في ايام محدده بتيجي تختار السبيسيفيك تايم، ومش عايزها في ايام محدده او مش في ساعات محدده بتختار اول داي. انا بشتغل اول داي. وبعد كده بنيجي عند البيدنج استراتيجي. البيدنج استراتيجي يعني ايه؟ يعني دلوقتي انا بختار انا عايز الناس الهدف من الحمله يكون الناس تعمل فولو ولا تخش على البروفايل بتاعي. انا مثلا هختار ان هي تعمل فولو، فبيبدا ان هو يسالني على البيد استراتيجي، والبيد استراتيجي غالبا بتبقى متعلمه على اللوست كوست. طيب ايه الفرق اصلا ما بين اللوست كوست والكوست كاب؟ الكوست كاب ده معناه ان انا بقول للتيك توك خد لي مثلا $1. $1 ده معناه ايه؟ معناه ان العميل اللي انت هتجيبه يعمل لي فولو ما يزيدش عن $1. يعني ايه؟ يعني دلوقتي تيك توك وكل المنصات ماشيه بنظام سهل جدا اسمه نظام المزايده. يعني ايه؟ يعني انا معايا عميل، البراند ده هيدفع كام؟ انا هدفع 1 سنت. طب شيله. لا استنى، البراند اللي جنبك هيدفع 4 سنت، ودي العميل ده ليه. لا استنى، انا هدفع $1، ودي العميل ده ليه. فهو كله بيبقى قايم على نظام المزايده. بتبدا انك تزايد. فلما بتيجي انت تحط $1 ده معناه ايه؟ معناه مثلا ان العميل ده لو سعر 1 سنت هاتهولي، لو سعره 15 سنت هاتهولي، لو سعره 98 سنت هاتهولي، سعره $1 هاتهولي. طب سعره $1 و1 سنت، لا يا عم انا بره المنافسه كده، مش هقدر انافس معاك. ليه؟ لان انا عندي كوست كاب محدد، الكوست كاب بتاعي هو $1. العميل ده لو زاد عن $1 يبقى ما يلزمنيش، شوف اللي جنبي يا عم ياخده، لكن طول ما هو اقل هاتهولي. طيب دي انا بعملها امتى؟ دي بعملها لما اتعمق قوي في الاعلان لدرجه ان انا ابقى فاهم العميل بتاع الكونفرجن بتاعه سعره كام.
او افريج بتاعه سعره كام، فابدا ان انا احط له مثلا لو هو الافريج بتاعي مثلا $1 فاحط له $1 و20 سنت مثلا، ده مثال. دي حاجه انت بتعرفها لما بتعمل اعلانات كتير، بتيجي بالتجربه. لكن انا في البدايه لسه ما اعرفش حاجه، ما اعرفش العميل بتاعي اصلا انا بستهدفه ده الكوست بتاعه كام، تكلفته كام، فبخليها لوست كوست. لوست كوست يعني ايه؟ يعني بكل بساطه هات لي اكبر عدد من الفولورز باقل تكلفه ممكنه. ماليش دعوه بقى هتجيبه ب1 سنت، هتجيبه ب$1، هتجيبه ب30. انا يا عم مديك البادجت بتاعتك معاك اهي، هات لي العملاء اللي انا عايزها باقل تكلفه ممكنه او بتكلفه متوسطه. لكن ما تنافسش حد. ما تنافسش حد يعني ايه؟ يعني ما تحطليش في منافسه بكوست كاب معين، لا انا عاملها لوست كوست، وانت هات لي اقصى عدد ممكن من العملاء. وابدا ان انا هنا اكارت الاعلان بتاعي. اكارت الاعلان بتاعي ازاي؟ اول حاجه لو انا عامل لينك اكونت. لينك اكونت يعني ايه؟ يعني لو انا رابط الحساب الاعلاني بتاعي بحساب التيك توك اللي انا بتاع البراند اللي انا هشتغل عليه مثلا، فباجي ادوس لينك اكونت واختار فيديو من الفيديوهات اللي انا رافعها على الحساب الاساسي. او عندي اختيار تاني هو ان انا اختار من اللايبراري اللي احنا شرحناها واحنا بنشرح الواجهه بتاعه التيك توك اد مانجر مثلا، فبختار منها وببدا ان انا هنا اقول له سبميت. وبكده الاعلان بتاعي بيكون جاهز انه يتعرض، وبيبدا ان هو يروح للمراجعه. ولما بيتراجع عليه بيجي لك مسج هنا كده ان هو الاعلان بتاعك خلاص اتراجع، وهيبدا انه يسحب الفلوس. طيب لو انا دلوقتي عايز اعمل اعلان هدفه الليد جنريشن. الليد جنريشن يعني ايه؟ يعني ان انا اجمع داتا. انا عايز اجمع داتا الناس عشان ابيع لهم الكورس بتاعي مثلا، فعايز اعرف مين اللي مهتم عشان اكلمه اعرض عليه الخدمه بتاعتي اللي انا بقدمها. فاجي هنا عند كريت ان اد، وابدا ان انا اختار زي ما احنا شرحنا في الاهداف الحملات الاعلانيه بتاعتنا، ابدا ان انا اختار الليد جنريشن. فباجي هنا واقول له انا عايز الهدف بتاعي من الحمله هو الليد جنريشن. بيبدا ان هو هنا يسالني نفس الاسئله برضو. السبليت لو انا عايز اقارن من حملتين. السي بي او لو انا بقول له خد الحملتين اللي باستهدافين مختلفين بسعر واحد. والسيت كامبين بادجت اللي هو انا بقول له خد سعر الحمله بتاعي ده انا بحدده من جوه. فطبعا انت بتيجي تختار حسب ما شرحنا قبل كده في البدايه خالص واتكلمنا فيهم، يعني مش هنتكلم فيهم تاني. فبتيجي تختار مثلا انا مثلا عامل حمله واحده، فبالتالي مش محتاج تيست ومش محتاج سي بي او، والكامبين بادجت انا هدخلها من جوه. فادوس كونتينيو. بعد كده هو بيبدا يسالني اول سؤال هو الاوبتمايزيشن لوكيشن. يعني ايه الاوبتمايزيشن لوكيشن؟ يعني الداتا اللي انت عايز تجمعها، هل عايز تجمعها عن طريق ان هم يملوا او يدخلوا الداتا دي في الموقع بتاعك، ولا عايز تجمعها عن طريق فورم تيك توك هو اللي بيعمله؟ دي برضو بترجع لك انت. لو انت عندك موقع ينفع الناس تدخل فيه الداتا فبتختاره، لكن انا مثلا هعمل ان اللي هو يكون انستنت فورم، اللي هو اجمع الداتا عن طريق فورم التيك توك هو اللي بيعملها. فبنختاره. البليسمنت زي ما احنا عارفين بيكون تيك توك بس. والتارجتنج برضو زي ما احنا اتكلمنا قبل كده بنختار الكاستم تارجتنج، واخترنا السعوديه والايدج زي ما احنا عارفين كل الاعمار. كل الكلام ده احنا اتكلمنا فيه قبل كده خلاص، وعرفنا احنا نحدد الداتا بتاعتنا ازاي او نحدد التارجت بتاعنا ازاي زي ما اتكلمنا في الجزء الاول. فاحنا هنا هنخش على طول على ايه؟ هنخش على طول على ازاي اصلا نكريت الفورم نفسها. لكن في نقطه مهمه لازم تاخد بالك منها، وهي التارجتنج اكسبنشن. التارجتنج اكسبنشن يعني ايه؟ يعني انت بتقول لتيك توك بالبلدي كده وسع لي الدايره بتاعتي عند، يعني انا اخترت اهتمام معين واخترت بيهيفير معين ومهتمين بايه وبيتابعوا مين وبيتفرجوا على فيديوهات ايه، فبقول له لو سمحت وسع لي الدايره بتاعتي كمان من عندك انت. يعني ايه؟ يعني بشكل اوتوماتيك كده. شفت الناس دي؟ شفت الناس اللي انا حددتها لك دي؟ لو تعرف بقى حد زيهم هاتهم لي. انت كده بتقول لتيك توك كده بالبلدي بالظبط انت الناس اللي انا حددتهم لك دي خلينا نختار كده عشان نقدر نوضح بشكل اكتر. هنيجي عند الانترستس هنا مثلا كده واقول له ان انا عايزهم مهتمين مثلا بالبيتس بالحيوانات مثلا. فاجي هنا كده واقول له ان انا عايزهم كمان بيتفاعلوا مع الفيديوهات اللي ليها علاقه بالايه. طيب ب ممكن نقول فاميلي مثلا وريليشن شيب مثلا. واجي اقول له هنا الكرييتورز اللي بيتفاعلوا معاهم هم الكرييتورز اللي بيقدموا محتوى ليه علاقه ب بالانيمال بما ان اتكلمنا عن البيت وكده. وابدا ان انا اقول له اعمل لي تارجتنج اكسبنشن. طبعا هو دلوقتي اللي متاح ان هو يختار بالانترستس وبالايدج عشان دول اللي انا اخترتهم. لكن لو انا اخترت حد معين، انا مثلا اخترت الميل بس الجندر بس، فيبدا ان هو يحط لي فتح لي الجندر. طب لو انا مختار اودينس معينين مثلا مختار مثلا السن مثلا كده، فيبدا ان هو يفتح لي وكل الكلام ده كله. فانا باجي مثلا اقول له هنا انا عايز نفس الناس. يعني ايه عايز؟ هو هنا زي الحته بتاعت التارجتنج اكسبنشن دي معناها ايه؟ دي زقه كده من تيك توك بيقول لك طب ادور لك انا بقى على الناس اعرفهم بنفس الاهتمامات دي. وقتها انت بتقول له فانا عايز ناس بنفس الاهتمامات دي، ولا ناس بنفس السعر ده، ولا قصدي ناس بنفس السن ده، ولا ناس نفس الجندر رجاله بس او ستات بس او ايا كان. ده كله بيكون حسب التارجت بتاعك. انا شخصيا بسيبها مفتوحه لما باجي اشتغل على الجزء بتاع الليد جنريشن تحديدا.
فبعمل له انترستس وبيهيفيرز. يعني ايه؟ يعني انا بقول له خلاص شفت التارجت اللي انا اديته لك ده، لو لقيت حد شبهه بقى، يعني شبه انا مثلا مختار العملاء بتوعي يكونوا مهتمين مثلا بصناعه المحتوى التعليمي، انا بعمل educational content وعايز الناس المهتمه بصناعه المحتوى التعليمي. طب في واحد تاني، في عميل تاني هو بقى تيك توك، الحته بتاعت التارجت اكسبنشن بقى هي دي بالظبط. تيك توك بيقول لك طب انا شايف عميل تاني هو مش صانع محتوى تعليمي او مش بيتفاعل مع المحتوى التعليمي، هو بيتفاعل اكتر مع محتوى الكوره مثلا او محتوى الافلام والمسلسلات والريفيوز بتاعت المراجعه، بس هو برضه مهتم بالمحتوى التعليمي، اجيبه لك يملى الابلكيشن. وقتها انت بتقول له هات لي الناس اللي مهتمه برضه بالحته دي حتى لو ده مش اهتمامهم الاساسي. او يقول لك مثلا طب اجيب لك ناس هم مش مهتمين قوي بالحته دي بس هم نفس السن اللي انت طالبه، اقول له هاتهم لي. ده برضه بيكون حسب الباير بيرسونا بتاعتك، ودي احنا بنسميها كده في السوق دي زقه من تيك توك كده، فانت بتشغلها او ما تشغلهاش انت حر. بس انا غالبا بختار الانترستس والبيهيفيرز في التارجت اكسبنشن. بعد كده بنيجي عند البادجت، وزي ما احنا اتفقنا خلاص واتكلمنا احنا عارفين ايه الديلي بادجت وايه اللايف تايم بادجت. فانا اختار مثلا لايف تايم بادجت وهقول له انا عايز ب $350 مثلا لمده اسبوع، يعني من 18 ليوم 25، وكده اصرف لي في اليوم الواحد $50 او بما يعادل $50 في اليوم الواحد، والايام عايز الايام كلها زي ما انا عادي. ونفس الكلام برضو البيد استراتيجي هتكون كوست كاب ولا لوست كاب ولا لوست كوست. احنا قلنا الكوست كاب معناها ان انا بديله سعر معين ما يزيدش بزياده عنه، اللوست كاب معناها انك هات لي اكبر عدد من العملاء بالفلوس اللي انا مديها لك دي، مفيش حاجه اسمها عميل بسعر معين. فانا بخليها دايما لوست كاب او لوست كوست لو انا في البدايه لسه مش عارف اصلا اللي انا بتارجته ده اصلا السعر بتاعه في السوق كام، وببدا ان انا ادوس نيكست. بعد كده بيفتح لي بقى الجزء بتاع الاعلان، فانا اقول له مثلا اسم ايه بقى الشخص اللي عايز يعمل له ليد جنريشن، فانا هحط اسم مثلا احمد هشام، وممكن اجي هنا واعمل ابلود للوجو بتاعي. وبعد كده باجي هنا ان انا اختار الفيديو، يا بعمل له ابلود من الجهاز بتاعي يا لو انا اصلا رافعه قبل كده على اللايبراري باجي ادوس هنا على فروم لايبراري واختار الفيديو. وبعدين بكتب التكست بتاعي، لازم يكون سمارت تكست. سمارت تكست يعني ايه؟ يعني من حرف ل 100 حرف وكل الكلام اللي هو كاتبه لك ده كده. فبتبدا انك تختار السمارت تكست بتاعك، وبعدين الكول تو اكشن. الكول تو اكشن يعني ايه؟ يعني انت عايز العميل يعمل ايه، فانا بخلي الكول تو اكشن زي ما هو بالظبط كده. وبعدين باجي هنا عند الجزء المهم هو الانستنت فورم. الانستنت فورم يعني ايه؟ يعني هل في فورم انت عايز ترفعها انت اصلا موجوده في اللايبراري رفعتها قبل كده، ولا عايز تكريت فورم؟ فخلينا نقول مثلا نبدا من الاول، انا عايز اعمل كريت لفورم جديده. فيبدا ان هو يفتح لي هنا الفورم اللي العميل هيشوفها علشان يحط فيها الداتا بتاعته اللي انا هرجع اتواصل بيها معاه بعد كده. فده مثلا بيكون شكل الفورم، في الادفانسد فورم والكلاسيك فورم، وتبدا انك تعدل فيهم. فمثلا انا هقول له مثلا عايز الكلاسيك فورم اللي هو بيكون بالشكل ده، وابدا ان انا ادوس كونفيرم. فيبدا ان هو يسالني بقى إيه اول حاجه اللانجوج بتاعت الفورم ايه، انت عايزها بالانجليزي ولا بالعربي ولا بالبرتغالي ولا ايا كان. فخلينا مثلا نقول بالعربي، انا عايزها بالعربي. فيبدا ان هو يسالني اول حاجه عايزها مور فوليوم ولا هاير. ايه الفرق بين المور والهاير؟ المور يعني هو هيخلص ويعمل ارسال على طول. طب الهاير يعني ايه؟ الهاير معناها ان هتوصل له يعني بعد ما يخلص داتا هيظهر له شكل البيانات بتاعته تاني عشان يتاكد منها قبل ما يبعتها. ده عشان ما يبقاش فيه غلط في الايميل مثلا بتاعه او الرقم بتاعه تتصل بيه، فتبقى انت كده خسرت عميل على الفاضي. لو هو كتب رقمه غلط مثلا فهو كده كده بيتحسب عليك عميل لانه دخل ملى الفورم، فهو مثلا كتب رقمه غلط، فبالتالي انت كده خسرت العميل ده او دفعت فلوسه على الفاضي يعني. فهي دي الفكره. فانا بقى دايما بخليها هاير عشان بتخلي العميل مركز اكتر وبيظهر له الحاجه بتاعته عشان لو في اي تعديل. بعد كده باجي هنا عند الجزء المهم اللي هو الانترودكشن. مثلا احمد هشام واقول له مرحبا. طبعا ده انت بتملاه حسب الداتا اللي معاك، يعني دلوقتي انا بجرب بس انت بتملى على حسب الداتا اللي معاك بقى سواء هي ليك او عميل مديها لك. وبعدين بتبدا تخش في الجزء المهم وهو ايه؟ الاسئله. اول سؤال انت عايز ايه؟ فمثلا انا باجي هنا كده واقول له ان انا عايز الايميل ماشي، اسمك ماشي، ممكن اقول له برضو ان انا عايز كونتاكت انفورميشن اللي هو ايه؟ فون نمبر، انا عايز رقم الهاتف المحمول بتاعك، انا عايز ايه تاني؟ ممكن اكون عايز الديموجرافيك، عايز اعرف انت نوعك ايه، راجل ولا ست، وهكذا. تبدا تختار الاسئله اللي انت عاوزها. طيب لو في سؤال مش موجود انت عايز تحط سؤال انت من عندك، بتيجي هنا تدوس على اد كاستم اودينس او اد كاستم كويشنز، وبتبدا انك تكتب السؤال مثلا زي ايه لونك المفضل مثلا لو انا ببيع تيشيرتات مثلا، ده على سبيل المثال. ايه لونك المفضل مثلا، ده عشان لو انا عايز اسئله انا اللي يعني انا اللي حاططها مش اسئله موجوده. وببدا ان انا احط مثلا البرايفسي دي لو انا عشان عايز احط
الجزء الخاص بالسياسه، لو انا عندي الموقع بتاعي مثلا فببدا ان انا اجيب اللينك بتاعه واحطه هنا، نفس الكلام على، وده شكل السكرين خلاص اهو. راجع معلوماتك دي زي ما قلنا الهاير عشان يبقى يشوف معلومات تاني، الايميل بتاعه، الاسم، رقم التليفون، الجنس، واللون المفضل، وبعدين ثانك يو سكرين اللي هو بتقول له شكرا لردك، ومثلا شكرا لردك اضغط الزر مزيد، ممكن نقول له ايه، استنى مكالمة مننا في اقرب وقت ممكن مثلا. هي دي الرساله اللي هتوصل له في الاخر، شكرا لردك استنى مكالمه مننا في اقرب وقت ممكن، وابدا ان انا اعمل كومبليت. وكده ابقى انا خلاص مليت الفورم بتاعتي والاعلان جاهز. فباجي هنا عند خلاص اقول له كليك، اعلم على دي، وابدا ان انا اعمل سبميت، وكده الاعلان بتاعي بيكون جاهز للنشر خلاص. طيب في الجزء ده من تيك توك ومن كورس السوشيال ميديا او الديجيتال ماركتنج بشكل عام هنتكلم عن البيكسلز. والبيكسلز هي ايه سريعا كده؟ احنا قلنا قبل كده ان في نوعين على تيك توك من الاعلانات اللي هدفهم الوصول للويب سايت بتاعك. اول نوع هو الترافيك، وده اعلان الهدف منه ان انا اجيب العميل او الزائر او المشاهد او ايا كان اسمه ايه من تيك توك اوديه الويب سايت بتاعك. يعمل بقى فيه هو ايه دي حاجه انا معرفهاش، لكن الهدف من الاعلان ده هو تيك توك بيقول لك انا هاخد لك العميل من تيك توك اوديه للويب سايت بتاعك، يشتري بقى منك حاجه، يعمل كونتاكت معاك، يقفل الصفحه ويخرج، دي حاجه انا ماليش دعوه بيها. لكن اعلان الكونفرجن بيكون الهدف منه ان انا باخد العميل علشان يعمل حدث معين. الحدث ده ان هو يتك على زرار معين، او انه يخش مثلا منه على اللينك بتاعي مثلا على لينكد ان مثلا او على الفيسبوك، او انه يشتري من الاي كوميرس ستور بتاعي. فالحدث ده اسمه ايه؟ اسمه ايفنت. فهو ده الفرق ما بين اعلان الترافيك واعلان الكونفرجن، ان الكونفرجن بيكون فيه حدث معين العميل لازم يعمله علشان يتحسب اعلان كده كونفرجن، او علشان بمعنى صح يتحسب كده تحويله ناجحه او كونفرجن ناجح. فهو ده باختصار. طب ده علشان يحصل بعمل ايه؟ ده علشان يحصل بربط التيك توك اد مانجر بتاعي بالموقع بتاعي عن طريق حاجه اسمها البيكسلز، وهي دي اللي هنتعلم نربطها ازاي علشان نبدا ان احنا نتابع العميل بيعمل ايه وايه الايفنتس اللي هي بياخدها، علشان لما يوصل للايفنت اللي انا حاطه يبقى هو كده اتحسب عليا كونفرجن ناجح. طيب اعمل ده ازاي؟ انا بخش اول حاجه هنا على تول، وبعدين بدوس على ايفنتس، وبيبدا ان هو يظهر لي خيارين، اما الاب واما الويب سايت. الابلكيشن بشكل عام لو عايزين نعمل الكلام ده كله بس مش على ويب سايت، على ابلكيشن. وويب ايفنتس ده اللي احنا بنشتغل عليه على طول يعني. فاحنا هنيجي هنا على ويب ايفنتس ونتك على مانج. بيبدا ان هو يفتح لي الصفحه بتاعت البيكسلز دي، وابدا ان انا اقول له انا عايزك يا سيدي تكريت لي البيكسل، وابدا اكريت البيكسل بتاعتي. فالصفحه اول ما بتفتح بيظهر عندي خيارين، اول خيار وهو المانيوال، والتاني خيار اللي هو البارتنر سيت اب. طيب ايه الفرق بين الاثنين دول؟ البارتنر سيت اب ده ان هو فيه يعني زي شويه ويب سايتس كده هم شركاء لتيك توك، فالبيكسل بينهم بتتم بشكل يعني اوتوماتيك، انت يا دوبك بتخش وبتسجل عن طريق الموقع التاني بيعمل بشكل اوتوماتيك. طب المواقع دي هي زي ايه؟ اشهرهم مثلا شوبيفاي زي ما احنا شايفين كده، شوبيفاي والووكوميرس مثلا لو بنشتغل على الوورد بريس، وحاجات تانية كتير. لو انا الويب سايت بتاعي مثلا، او لو انا مثلا عايز اتابع على جوجل تاج مانجر او ايا كان، فلو انا الويب سايت بتاعي مثلا معمول على شوبيفاي او على وورد بريس عن طريق ووكوميرس او ايا كان، او لو انا عايز اتابع على تاج مانجر مثلا عن طريق جوجل، فببدا ان انا اختار هنا مثلا شوبيفاي، وابدا ان انا اكمل واعمل نيكست واعمل الشوبيفاي اب، وابدا ان انا اربط المتجر بتاعي عادي بالموقع بتاعي عن طريق الاي كوميرس ستورز دي لو انا الموقع بتاعي على واحد منهم. طيب لو انا الموقع بتاعي مش على واحد منهم، انا الموقع بتاعي مثلا في ويب ديفلوبر هو اللي عامله لي مثلا، او انا عامله على ويكس او ايزي اوردر او ايا كان يعني هنا، فهنا بلجأ للطريقه المانيوال اللي احنا اصلا بنستخدمها. فالطريقه المانيوال انك تيجي عند مانوال سيت اب هنا وتقول له نيكست، وتبدا انك تدخل اسم البيكسل بتاعك، فنقول له مثلا احمد هشام مثلا كده، وبعدين نيكست، وكده هو بيقول لك ان البيكسل بتاعتك خلاص اتكريتد. طيب عايز بقى اربطها بالموقع بتاعي، فباجي هنا عند كومبليت سيت اب. الاهم هنا بقى عندي لما بختار الزراير اللي انا عايزها، باجي هنا هتلاقي هو معلم بشكل تلقائي على الايفنت اي بي اي والكاستم اودينس، بختار معاهم كمان الايفنت بيلدر عشان ده اللي هيخليني اسطه البيكسل، وبعد كده هدوس نيكست، وبعدين ابدا ان انا ادوس نيكست. فبلاقي عندي هنا ان هو اداني كود، وهو ده الكود بتاع البيكسل، فانا باخد الكود ده كوبي وببدا ان انا ادخله في
الموقع بتاعي. طيب الكود ده بتدخله ازاي؟ طبعا لو انت الويب سايت بتاعك زي ما احنا قلنا مش على شوبيفاي ولا ووكوميرس، فبتبدا انك تدخل الكود ده عن طريق مثلا لو الموقع بتاعك ده هو مبرمج، فبتروح للويب ديفلوبر اللي عمل لك الموقع وبتدي له الكود ده وهو بيدخله لك في الهيد. طبعا لان انت مش مبرمج بتاع الموقع، يعني مثلا لما باجي اشتغل على طول والستورز اللي بشتغل معاها، فانا بوصل لحد النقطه دي واروح واخد الكود ده كده ببعته للايجنت او سوري للعميل اللي انا بتعامل معاه، هو بيديه للويب ديفلوبر اللي عامل له الموقع بتاعه وبيبدا ان هو يدخله له، واحنا عن طريق ده بنبدا ان احنا نتتبع البيكسلز زي ما احنا عارفين وكده، بنبقى ربطنا البيكسل بتاعتنا ما بين تيك توك والموقع عشان نقدر نعمل ان احنا نعمل اعلانات كونفرجن ناجحه. بعد ما هو خلاص بيربطه فبقول له كونتينيو، وبعد كده بيبدا ان هو يظهر عندي اختيارين. الايفنت بتاعي اهو زي ما احنا شايفين بيبدا ان هو يديني اختيارين ويقول لي اختار انت عايز الايفنت بتاعك او الحدث بتاعك يكون عن طريق اليو ار ال ايفنتس ولا الكليك ايفنتس. طب ايه الفرق ما بين اليو ار ال وما بين الكليك ايفنتس؟ اليو ار ال ايفنتس هو بكل بساطه ان انا بديله كلمه معينه، بقول له الكلمه دي لما العميل بيدخل على الصفحه اللي فيها الكلمه دي كده يبقى ده كونفرجن ناجح واحسبه لي. طيب الكليك ايفنتس معناها ايه؟ معناها ان العميل ده لو داس على زرار معين جوه الموقع بتاعي فكده هو كده كونفرجن ناجح فاحسبه لي. طيب بعمل ده ازاي وبعمل ده ازاي؟ خلينا نفترض مثلا انا هعمل اليو ار ال ايفنتس الاول، فهاجي هنا كده عند اليو ار ال ايفنتس، هو زي ما احنا شايفين ده ايه شرح بسيط كده، دي الكلمه اللي بتبقى فوق احنا بناخدها بنحطها وبنبدا ان احنا نعمل اليو ار ال ايفنتس. فخلينا نشوف مثلا اول حاجه بنختار الايفنت بتاعي او الحدث اللي انا عايزه، فانا هقول له مثلا اد تو كارت زي ما احنا شايفين كده، وابدا ان انا اروح على المتجر بتاعي او الاي كوميرس ستور بتاعي. فانا هفترض مثلا انا ما عنديش متجر دلوقتي اشرح عليه، فهنشرح على امازون مثلا. لو انا دخلت كده على اي حاجه يعني مثلا الساعه دي، دخلت على الساعه دي مثلا ورحت قلت له ماشي هات دي زي ما احنا قلنا 888 جنيه اهو، فابدا ان انا اقول له ايه اضف الى العربه او اللي هي اد تو كارت. لما انا بدوس اد تو كارت اللينك اللي فوق ده حصل فيه ايه؟ بلاقي مكتوب هنا كلمه كارت بعد امازون دي على طول، يعني ده اسم الموقع، فكده كده مش هينفع يبقى ده الايفنت لان هو كونه دخل على الموقع فكده خلاص اتحسب عليا، يبقى كده الايفنت تم. طيب ده كده الاسم بتاع المنتج او اللينك بتاع المنتج، يبقى الحاجه المميزه هنا او الكلمه اللي انا عايزها هي كارت. فانا هاخد كلمه كارت دي كوبي زي ما احنا شايفين كده، هقول له نسخ وابدا ان انا اختار الايفنت بتاعي اد تو كارت، وبعدين اقول له الايفنت بتاعي انتر اليو ار ال، واقول له لو هو دخل على يو ار ال او دخل على رابط، خلينا نسكيب دي كده، لو دخل على رابط في الكلمه دي يبقى انت كده خلاص انا عايز العميل ده، يبقى ده كده كونفرجن ناجح. فانا كده عملت الكونفرجن بتاعي ان هو وصل للاد تو كارت. لو طالما وصل للاد تو كارت يبقى كده ده كونفرجن ناجح. طب ده بيحصل ازاي؟ بيحصل عن طريق ان انا بختار نوع الايفنت اد تو كارت، وبخش على اللينك بتاعي بتاع الموقع بتاعي طبعا مش بتاع امازون، وابدا اشوف الكلمه اللي موجوده فوق واخدها واحطها، ويبقى كده ده هو ايه، ده كده بالنسبه لي هو الكونفرجن الناجح. وبعدين ابدا ان انا ادوس سيف، ويبقى كده انا عملت اول حاجه وهو ان انا اخترت عن طريق كلمه معينه او اليو ار ال ايفنتس. طيب النوع الثاني عندي بيكون ايه خلاص بعد اليو ار ال ايفنتس هو الكليك ايفنتس. طب والكليك ايفنتس ده بعمله ازاي؟ اول حاجه هنا برضو باجي اختار الحاجه اللي انا عاوزها، فنخليها مثلا زي ما احنا قلنا برضو هي الاد تو كارت مثلا دي كده، بس هبدا ان انا اقول له انا مش عايز اربطها المره دي كيو ار ال، انا عايز اعملها ككليك، فاقول له اد ويب اليمنتس، وبعدين ببدا ان انا احط لينك الموقع بتاعي. طبعا انا مش هينفع احط لينك امازون دلوقتي لان ده مش الموقع بتاعي وبالتالي البيكسل بتاعته مش مربوطه. المهم ان انا بعد ما بحط اللينك بتاعي ببدا اسلكت الحاجه اللي انا عاوزها وابدا ان انا اعمل له سيف، ويبقى كده دي الطريقه اللي انا بربط بيها البيكسل بتاعتي، سواء كنت بربطها عن طريق يو ار ايفنتس او عن طريق كليك ايفنتس زي ما احنا شفنا. طيب في اضافه مهمه جدا تيك توك بيديها لك وهي اسمها التيك توك بيكسل هيلبر. التيك توك بيكسل هيلبر دي اضافه انا تيك توك بيديهاني علشان خاطر ايه؟ علشان خاطر ان انا اخش على الموقع بتاعي واتاكد بيها ان الاضافه دي او ان البيكسل مربوطه. فلو افترضنا مثلا امازون ده بتاعي، فانا لو جيت دخلت على تيك توك بيكسل هنا كده فهيقول لي ان في بيكسل. طبعا هنا هو بيقول لي نو تيك توك بيكسل ريكويستد لان انا اصلا ما ربطش البيكسل لان ده مش الموقع بتاعي، بس الطريقه دي احنا بنستخدمها علشان نتاكد ان البيكسل بتاعتك مربوطه بالموقع صح. بتنزل الاضافه دي عن طريق جوجل ستور يعني من الاضافات، وبتبدا انك تنزلها
وبتشوف بيها وبتاكد بيها ان البيكسل بتاعتك اتربطت تمام. وكده بكل بساطه يبقى احنا ربطنا البيكسل، وبعد كده هنشوف ازاي نعمل اعلان كونفرجن بعد ما ربطنا البيكسل بتاعتنا. طيب خلينا دلوقتي نشوف ازاي نعمل اعلان كونفرجن، علشان بعد ما ربطنا البيكسل بتاعتنا نبدا نتابع الايفنتس اللي بيعملها العملاء بتاعتنا ونعمل اعلان بالايفنتس اللي احنا عاوزينها. فهنيجي هنا عند الادفرتايزنج اوبجكتيف ونختار ويب سايت كونفرجن، ونبدا ان احنا نقول له احنا عايزين نعمل سمارت بيرفورمانس كامبين، وهنسمي الكامبين دي مثلا بما اننا بنتكلم على امازون النهارده فنقول له امازون كامبين، وابدا ان انا اقول له كونتينيو. فبيبدا ان هو يفتح لي الاوبتمايزيشن لوكيشن، فبقول له ويب سايت واخش على تيك توك بيكسل دي واختار البيكسل بتاعتي اللي انا ربطتها اللي هي في الحاله دي بتاعتي اللي هي احمد هشام. طبعا هتكون رابط البيكسل بتاعتك بتاعه الموقع، وبعدين اقول له الاوبتمايزيشن ايفنت، فاختار الاد تو كارت اللي انا حطيتها من شويه، لان انا قلت له انا عايز البيكسل بتاعي او الايفنت بتاعي اللي انا محتاجه ان العميل يحط المنتج في عرض التسوق مثلا اللي هي الاد تو كارت، هو ده البيكسل اللي انا اخترته. انت ممكن تكون عامله البيمنت مثلا او الواتش ليست او ايا كان، فاحنا بنجرب بس مش اكتر. فانا قلت له خلاص اختار لي البيكسل اللي انا عملتها باسم احمد هشام، والاوبتمايزيشن ايفنت بالنسبه لي اللي هو اد تو كارت. وبعدين ابدا اختار البليسمنت، هي كده كده متحدده تيك توك زي ما احنا شايفين، ونبدا ان احنا نتارجت الاودينس بتاعتنا زي ما اتعلمنا فيها قبل كده. فخليها مثلا انا دلوقتي شغال على السعوديه، فهنقول له مثلا السعوديه بس باستثناء محافظات معينه، يعني مثلا انا مش بتارجت مثلا الرياض مثلا، واقول له خلاص انا كده متارجت السعوديه كلها ما عدا الرياض مثلا، خلاص متارجت المنطقه الشرقيه اهو ومكه والقصيم وكل حاجه، بس مش متارجت الرياض. طبعا ده مثال احنا اتعلمنا ازاي نعمل التارجت بتاعنا قبل كده، فانا مش هضيع وقت فيه يعني. وبعدين ابدا ان انا اقول له اللانجوج اول ولا انا عايزها ايه، مثلا انا هختار مثلا العربي وهختار معاه مثلا الانجليش مثلا، يعني خلينا نقول احنا هنختار الاثنين دول عشان انا محتاج الاثنين يعني دول التارجت بتاعي. ممكن اقول له هنا اكسكلود اللي هم من تحت 18 سنه، ده طبعا حسب الخدمه اللي انا بقدمها. لو انا مثلا بقدم خدمه مثلا ببيع مثلا عربيات مثلا، فعلى الاغلب اللي تحت 18 سنه، بس مثلا انا بتارجت خدمه او بروج لحاجه ممكن تنفع لسن تحت 18 سنه مش بعلم عليها، ده طبعا برضه بيكون حسب التارجت بتاعك زي ما احنا متعلمين يعني. فده كله بيعتمد على الباير بيرسونا اللي انت محددها. فنيجي برضو عند البادجت دي احنا اتكلمنا فيها قبل كده، والميزانيه وكل الكلام ده مش عايز اضيع وقت فيه، انا عايز اخش على الحاجات اللي ليها علاقه بالكونفرجن. يبدا ان هو يسالني انت عايز الاعلان بتاعك اول داي ولا سبيسيفيك تايم، يعني عايزه في وقت محدد ولا كل الايام. انا بالنسبه لي هسيبها كل الايام، والاصح انك تسيبها في كل الايام لان مستخدمين تيك توك بيستخدموا في اوقات مختلفه. وكمان يعني اغلب مستخدمين تيك توك هم يعني زينا كده اللي بيتسحلوا في الريلز والتيك توكس بالليل واليوتيوب شورتس والحاجات دي، الناس دي بتكون صاحيه بالليل عادي مش بيناموا بدري يعني. فخلينا نختار اول داي. الاوتومايزيشن جول بتاعي طبعا هو كونفرجن، احنا كده كده مختارينه من البدايه. والبيد استراتيجي بالنسبه لي هي لوست كوست مش كوست كاب زي ما اتفقنا قبل كده، وطبعا احنا عارفين ليه. بعد كده ببدا ان انا اخش هنا علشان اقدر ان انا اعمل الاعلان بتاعي. وقتها هنا انا بدخل الديسبلاي نيم بتاعي واللوجو بتاعي، وببدا ان انا ارفع الكرييتيف بتاعي. الكرييتيف ايه هو الفيديو اللي انا عايز اروج بيه يعني. فعندي اختيارين، اما ان انا اختار من اللايبرري لو انا عندي حاجه حاطها في اللايبرري قبل كده زي ما اتعلمنا، او ان انا اعمل ابلود بشكل مباشر من الجهاز بتاعي، اقول له كليك تو ابلود وابدا ان انا ابلود الفيديو بتاعي. لكن انا يعني احنا بنتست بس مش هنعمل حاجه، فبالتالي بسيب دول كده. وبعدين ابدا ان انا احط التكست بتاعي، مثلا لو انا مثلا بعمل اعلان الاستشارات مثلا، انا عندي ويب سايت للكونسلتنج، فهقول له احجز مثلا احجز استشارتك مثلا، ده اي كلام طبعا انا بكتبه يعني. فهي دي الكلمه اللي هتحط تحت الاعلان. وبعدين الكول تو اكشن. الكول تو اكشن يعني ايه؟ يعني انا عايز العميل يعمل ايه. انا الكول تو اكشن بالنسبه لي طبعا ان هو يروح للويب سايت بتاعي، كده كده احنا عارفين. فهقول له ويب سايت وابدا ان انا احط اليو ار ال بتاع الويب سايت بتاعي، وابدا ان انا اعمل له تراكنج، وكده ابقى انا عملت اعلان كونفرجن. عملت اعلان كونفرجن ازاي؟ عن طريق البيكسل اللي انا ربطتها. انا كده كده رابط البيكسل من الاول ومفهمه ان يا تيك توك العميل ده هيجي من تيك توك يخش على الموقع بتاعي ويعمل الايفنت اللي انا حاطته لك، اللي هو بالنسبه لي انا ايه؟ اد تو كارت. فاللي انا بكتبه هنا ده حاجات يعني ايه عشان العميل يروح من هنا لهنا. هي طبعا بيكون عندك اختيارين ما بين اليو ار ال اللي هو الويب سايت بتاعك والتيك توك انستول بيج او انستنت بيج سوري. واحنا دايما بنختار اللي هو ويب سايت، تحط الويب سايت بتاعك وتبدا انك تعمل له تراكنج، ويبقى انت كده عملت اعلان كونفرجن.
طيب احنا عرفنا قبل كده ازاي نعمل اعلان كونفرجن، واعلان الكونفرجن زي ما قلنا هو الاعلان اللي انا بجيب العميل من تيك توك اوديه للويب سايت بتاعي بهدف معين وواضح وصريح ان انا عايزه ياخد اكشن معين في الموقع بتاعي او عايزه يعمل ايفنت معين في الموقع بتاعي. في نوع تاني من الاعلان وبيكون ارخص كتير وهو الترافيك. الترافيك ده معناه ايه؟ معناه ان انا بعمل اعلان ان هم يروحوا يزوروا العملاء، يروحوا يزوروا الويب سايت بتاعي بدون ما اديهم اي كونفرجن او بدون ما اطلب منهم اي نوع من انواع الاحاله. انا مش عايزه يعمل حاجه معينه. هل دي ما بتجيبش؟ لا بتجيب برضه، بس طبعا الكونفرجن بيبقى اغلى لان العميل بتاعه بيكون يعني انا عايزه في صفات معينه، مش مقصود بها هنا التارجت، لا انا بتكلم على الصفات او الاكشنز اللي هياخدها جوه الموقع. لكن الترافيك هو تيك توك ببساطه بيجيب لك العميل او المشاهد ده من الفيديو او من الاعلان بتاعك يوديه لك للويب سايت بتاعك، سواء كان اي كوميرس ستور بقى او بورتفوليو شخصي ليك او موقع كونسلتنج او ايا كان. فهنبدا ان احنا نختار هنا الاوبجيكتيف بتاعنا هيكون الترافيك، وبعدين نبدا ان احنا نعمل نختار اسم الحمله نسيبه زي ما هو، احنا كده مش هنشغل الحمله يعني. وبعدين بيبدا هو يسالك هو كريت سبليت اللي هو عايز تعمل مقارنه، السي بي او زي ما اتفقنا لو عايز تعمل حملتين ببادجت واحد وهكذا. والكامبين بادجت دي احنا كده كده هنختارها من جوه. فطبعا اتكلمنا في كل ده قبل كده ولسه هنتكلم اكتر عن الكرييت سبليت تيست، بس لسه ما جاش وقتها لحد دلوقتي، فانا مش هختار حاجه من دول خالص واقول له كونتينيو. وبعدين هو بيبدا يسالني عن الاوبتمايزيشن لوكيشن. اللي هو الايه الاوبتمايزيشن لوكيشن؟ اللي هو بيسالك بكل بساطه عايز تودي العملاء فين، لموبايل ابلكيشن ولا الويب سايت؟ انا مثلا هختار ويب سايت، احنا على طول بنشتغل ويب سايت او الاغلب بنشتغل ويب سايت. يبدا ان هو يسالني البليسمنت بتاعك عايزه اوتوماتيك ولا سيلكت بليسمنت؟ طيب احنا بنختار نسلكت بليسمنت ليه؟ لان احنا اغلب الدول عندنا، يعني انا مثلا بشتغل دلوقتي في السعوديه وقبل كده حتى في مصر، لما باجي اتارجت احنا كده كده ما حدش بيستخدم جلوبال اب باندل ولا بانجل ده، وتقريبا هم مش شغالين عندنا في مصر اصلا، فكده انا مش محتاج الاعلان بتاعي يروح اصلا هناك. فالبليسمنت بتاعي بالنسبه لي هيكون تيك توك بس، وهشيل التحديد من على دول واقول له انا هسلكت البليسمنت واخليه تيك توك. لكن لو هو اوتوماتيك هو بيوديهم زي ما هو عايز او زي ما يشوف تيك توك، فلا انا بقول له انا عايز الاعلان بتاعي يكون في تيك توك بس، لان هو دي المنصه اللي انا بتارجت عليها الباير بيرسونا بتاعي. بعد كده هو بيسالني انت عايز كاستم تارجتنج ولا اوتوماتيك تارجتنج؟ طيب نفهم ببساطه ايه هو الكاستم تارجتنج وايه هو الاوتوماتيك. الكاستم تارجتنج التارجت العادي، انا بدخل التارجت بايدي زي ما اتعلمنا ازاي نعمله قبل كده. طب ايه هو الاوتوماتيك تارجتنج؟ لما باجي اختار الاوتوماتيك تارجتنج هو يا دوبك بيسالني انت عايز تارجت في اي بلد واللغه بتاعتهم ايه. طيب الاوتوماتيك تارجتنج ده معناه ايه بكل بساطه كده؟ معناه والله ان انت مثلا، انا مثلا ببيع موبيليات، مثلا ببيع عفش، ببيع الحاجات دي كلها، فهو بيقول لي انا عارف ان في عميل زيك او في يعني براند زيك كان بتاع اساس برضه وعفش وحاجات كده، فانا ممكن اعمل لك اوتوماتيك تارجت. انا عارف نوع الناس اللي هم ايه بيشتروا الحاجات دي وعارف الباير بيرسونا بتاعتهم، ممكن اتارجتهم لك. ده اسمه الاوتوماتيك تارجتنج. انما الكاستم تارجتنج انا اللي بدخل التارجتنج بنفسي. طيب نستخدم ايه؟ دايما بقول في البدايه ما تستخدمش الاوتوماتيك. ليه؟ نفس الفكره اللي اتكلمنا عنها قبل كده، لان ده لسه اول اعلان انت بتكريته، فكده كده اصلا تيك توك مش فاهم انت بتارجت مين، مش فاهم ايه العميل اللي انت بتحبه، مش فاهم ايه الباير بيرسونا بتاعتك، مش فاهم هو ساكن فين، مش فاهم هو بيتكلم ايه، مش فاهم هو سنه كام، مش فاهم لغته ايه، مش فاهم مهتم بايه، مش فاهم بيعمل لايك على ايه، مش فاهم ايه الهاشتاج اللي بيخش عليه كل شويه. كل ده تيك توك مش فاهمه لانك لسه اصلا بتكريت اول اعلان ليك، فهو يفهم منين اصلا ويعمل لك اوتوماتيك تارجتنج منين؟ دي حاجه ادفانسد قوي بنسيبها بعدين شويه، وانا على الارجح بصراحه مش بشتغل بيها. انا دايما بحب ادخل التارجت بتاعي لان انا كده كده بشتغل ان انا بكون عامل فانل الاول وعامل باير بيرسونا وكل الكلام ده كله، فبالتالي انا عارف انا رايح فين وعارف انا بكلم مين، فمش هسيبه بشكل اوتوماتيك. وحتى لو هستخدمه اوتوماتيك بيبقى بعد كام اعلان لما يبقى تيك توك خلاص فهم دماغي وفهم العميل بتاعي مين. فانا بالنسبه لي هخليه كاستم تارجتنج زي ما احنا، وابدا ان انا ادخل الكلام بتاعي العادي. انا مثلا بتارجت السعوديه، بتارجت كله مثلا ما عدا يا سيدي الباحه مثلا، انا مش بتارجتها خالص. اللانجوج بالنسبه لي طبعا كل الكلام ده احنا عارفين، خلاص نقول له مثلا عربي وبنجالي مثلا يعني على سبيل المثال. وبعدين الجندر مثلا انا هختار ميل، الايدج كله، وابدا ان انا اخش على الاودينس بتوعي زي ما احنا شايفين كده، واقول له هات لي الاودينس مثلا. طبعا انا كده كده ما عنديش كاستم اودينس ولا لوك لايك اودينس، ودول لسه هنتكلم عليهم،
فخلينا دلوقتي مش هننكلود ولا نكسكلود حد، احنا هندخل الانترستس بتاعتنا او الاهتمامات بتاعتنا عادي زي ما احنا بنعمل. فطبعا الكلام ده احنا اتكلمنا فيه قبل كده. هبدا ان انا ادخل الاهتمامات بتاعتي عادي جدا انترستس، وبيتفاعلوا على فيديوهات ايه، ونوع المتابعين اللي بيتابعوهم، وانهي هاشتاج مهتمين بيه اكتر، والكلام ده كله زي ما شرحناه قبل كده. والديفايس دي قلنا مش بنلعب فيها، احنا بنسيب كله عادي. وابدا ان انا ادخل البادجت بتاعتي نفس الكلام كله بالظبط، يعني هنقول مثلا $20 في اليوم مثلا، زي ما احنا شايفين كده $20 في اليوم ديلي بادجت، ومش عارف هوقف الحمله امتى. وبعدين بنيجي هنا عند الاوبتمايزيشن جول، وده غير الاوبتمايزيشن لوكيشن. الاوبتمايزيشن جول بالنسبه لي هيكون ايه؟ نقره ولا لاندنج بيج فيو؟ اللاندنج بيج دي هي صفحه الهبوط بتاعتك اللي فيها المنتج بتاعك مثلا، او فيها الكورس بتاعك او كده. فانا بخليها كليك، انا بتحاسب او الهدف بتاعي هو الكليك. وببدا ان انا اختار اللوست كوست زي ما احنا اتفقنا، مش الكوست كاب، وندوس نيكست. وبكل بساطه ببدا ان انا كارت الاعلان زي ما كارت كل الاعلانات اللي فاتت قبل كده. بعمل ابلود للفيديو بتاعي لو من اللايبراري، او اعمل له ابلود من الجهاز بتاعي. وبعدين ابدا اكتب التكست بتاعي اللي هيظهر هنا. وبعدين ابدا ان انا احط اليو ار ال بتاعي بتاع الموقع بتاعي، وكده شكرا. انا طبعا يعني ده مش محتاج تراكنج فيه لان انا مشوت بيكسل. وابدا اقول له سبميت. طيب خلينا دلوقتي نتكلم عن حاجه مهمه جدا شفناها كتير وما دخلناش فيها، واتكلمنا عنها بكلام سطحي وما دخلناش فيها قوي، وهي ايه؟ وهي التست سبليت. التست سبليت ده اللي هو ايه؟ اللي هو انا بعمل 2 كامبينز علشان اشوف الوينر فيهم وابدا اكمل فيها. دايما لما باجي اروج لحاجه خاصه في الاي كوميرس ستور، ببدا ان انا اعمل 2 باير بيرسونا. يعني ببدا ان انا اعمل 2 كرييتيف مختلفين، يعني مثلا فيديوهين مختلفين. لو بنتكلم على تيك توك يبقى انا بعمل اعلانين مختلفين، فيديوهين مختلفين، او بتارجت يعني 2 بيرسونا مختلفين عن بعض. فعلشان اشوف ابدا مثلا انا بشغل الحمله دي مثلا اسبوع 10 ايام، اشوف الوينر فيها وبعدين افضل مكمل معاها. ده بيحصل ازاي؟ لو نقول مثلا احنا نعمل اعلان هدفه ريتش مثلا هنا كده، فانا باجي اسمي الاعلان وهقول له كرييت سبليت تيست. دي هي دي الحاجه اللي انا هقولها له. طيب دي تفرق ايه عن السي بي او؟ اقول لك انا تفرق ايه عن السي بي او. السي بي او انا بشتغل الحملتين بنفس البادجت. يعني ايه؟ يعني انا مثلا راصد $1000 هشتغل بيهم على حملتين. لو جيت اخترت سي بي او فهو هيقسم الفلوس هنا $1000 ما بين الحمله الاولى والحمله الثانيه، سواء كان الكرييتيف مختلف او التارجتنج هو اللي مختلف. طيب الكرييت سبليت تيست دي بقى، دي هدفها ايه؟ دي هدفها ان انا بعمل الحملتين كل حمله فيهم $1000. يعني كل حمله بتكون ببادجت مختلفه عن الثانيه. فهي دي الفكره كلها. بعمل السبليت تيست ده ازاي؟ فانا اجي اقول له اختار السبليت تيست دي كده، بعلم عليها، والكامبين بادجت هنعلمها من جوه، وبعدين اقول له كونتينيو. فببدا ان انا ادخل هنا وهو بيقول لي بليسمنت تيك توك. طبعا زي ما احنا متعودين الديموجرافيك بقى والتارجتنج دول احنا كده كده عرفناهم خلاص، بس خلينا نغير حاجات علشان لما نيجي نشوف هنعمل السبليت تيست ازاي. فانا هقول مثلا الاختيار بالنسبه لي المختلف، انا هخلي مره ميل، والمره الثانيه التارجتنج بالنسبه لي هيكون فيميل. مش هغير اي حاجه من دول عشان كل الكلام ده احنا حافظينه واتكلمنا عليه قبل كده. وهخلي مثلا ديلي بادجت هخليها مثلا $20 في اليوم، وانا مش عارف الحمله بتاعتي هوقفها امتى. وبعدين هخش عند الاوبتمايزيشن جول، كده كده هو محددهولي عن طريق ريتش انا مختاره من البدايه. وبعدين نخش على الفريكوينسي كاب. دي حاجه مش هتشوفها غير في اعلان ريتش بس. يعني ايه؟ يعني هو بيقول لك انت عايز اول حاجه الاعلان ما يظهرش للشخص الواحد اكتر من 3 مرات في الاسبوع، ولا اكتر ما يظهرش اكتر من مره في اليوم، ولا كاستم وانت بتحدده. انا بقول له لا، انا على الاغلب بخليه زي ما هو كده، مش اكتر من 3 مرات في الاسبوع او مره في اليوم، ايا كان انت بتختار ايه. انا غالبا بختار دي وبشتغل عليها يعني. والبيت كنترول بالنسبه لي دي حاجه بتبقى اوبشنال، انا مش بختارها اصلا، يعني بسيبها اخليها زيرو او بمسحها عشان انا مش بختارها. انا بخلي تيك توك هو يتعامل معاها، خاصه في الاول لان انا مش عارف انا هبيت بكام لسه لحد دلوقتي. فابدا ان انا اقول له نيكست. بيبدا هنا يدخلني هو على ايه؟ بيبدا ان هو يدخلني على الاعلان بتاعي. وطبعا احنا اتعلمنا بنعمل الاعلان ازاي قبل كده كتير. فسواء انت هتابلود من الكمبيوتر بتاعك او من اللايبراري او تكاريت انت، ايا كان اللي هتعمله. وهتبدا انك تحط له كول تو اكشن. مثلا الكول تو اكشن هو دايناميك ولا ستاندرد؟ الستاندرد مثلا اللي هو حاجات هو بيديلك تختار منها. فانا هخليه مثلا مثلا نختار ايه من دول؟ ممكن نقول مثلا ماشي واتش ناو كويس. لو انا بعمل اعلان هدف وريتش فهنخليها
واتش ناو مثلا، هو ده الكول تو اكشن بالنسبه لي. وانا كده ببقى كريت الاعلان، فابدا ان انا اقول له كونتينيو، وانا كده ببقى كريت الاعلان، فابدا ان انا اقول له كونتينيو، وبيبدا ان هو على طول يروح مضبل لي هنا كده الحمله دي، يحط واحده تانية تحتها، ببدا فيها اغير التارجتنج بتاعي واحط تارجتنج تاني، ويبقى كده انا عملت حملتين عن طريق السبليت تيست علشان ابدا ان انا اقارن بينهم. طيب الحاجه اللي بعد كده بالنسبه لي هي الكاستم اودينس واللوك لايك اودينس. الكاستم اودينس يعني ايه؟ يعني انا بقول لتيك توك انا عايز اودينس معينين انا بسيفهم وكل شويه بجيبهم واشتغل بيهم. طيب اللوك لايك اودينس يعني ايه بكل بساطه؟ اللوك لايك اودينس معناها ان انا بخش على الحمله بتاعتي واقول له انا عايز اودينس شبه الاودينس بتوع الحمله دي مثلا، او شبه الكاستم اودينس دول بعملهم ازاي؟ باجي هنا عند تولز هنا وابدا ان انا اخش على اودينس مانجر، وبعد كده بخش على كرييت اودينس وابدا ان انا اعمل اول حاجه كاستم اودينس. بيبقى عندي هنا اول حاجه الكاستمر فايل، ده فايل انا برفعه للتيك توك وبيكون فيه الاي دي بتاع كل الموبايلات اللي انا بتارجتها. ده مش بستخدمه كتير. الويب ترافيك ده عن طريق الناس اللي داخله على الويب سايت بتاعي، فانا عايز الكاستم اودينس دول. نفس الكلام للابلكيشن. طيب الليد جنريشن هو ايه؟ الليد جنريشن هم العملاء اللي انا جبتهم عن طريق اعلان الليد جنريشن، خدت الداتا بتاعتهم. والبيزنس اكونت هم الناس اللي بتفاعلوا مع الاكونت الشخصي بتاعي على تيك توك. فاحنا هنشتغل على الانجيجمنت. هنيجي نخش هنا كده، فهو بيقول لي ايه الاودينس اللي انت محتاجهم. طبعا ده لازم تكون عملت حملات قبل كده، فطبعا عشان ما عملتش حملات فمفيش عندي اي داتا. بتبدا انك تختار الحمله بتاعتك اللي انت عايز تعمل كاستم اودينس عليها، وبتبدا انك تختار على اساس ايه؟ على اساس طبعا الفيديو ادز، او ممكن تختار على البروفايل او الاحصائيات بتاعت التيك توك. احنا بنختار الفيديو ادز، وبنبدا ان احنا نختار ايه بقى العملاء اللي انت محتاجهم، ايه الكاستم اللي انت عايزه. هل انت عايز الناس اللي عملت كليك ضغطت على حاجه معينه، ولا الامبريشن اللي هم شافوا الفيديو بس، ولا اللي شافوه لمده ثانيتين، ولا اللي شافوه لمده 6 ثواني دول كانوا مركزين، ولا 15، ولا اللي شافوا 75% من الفيديو، وهكذا. وده بيبقى الكاستم اودينس بتاعك. فانا هقول له مثلا انا محتاج الناس اللي شافوا 25% من الفيديو في ال 14 يوم اللي فاتوا. طيب في عندي اختيار تاني وهو ايه الرول ده. في عندي بوردن ونارو. الفرق بين الاتنين ايه؟ البوردن دي معناها او، النارو دي معناها وي. يعني ايه الكلام ده كله؟ يعني لو انا جيت عملت هنا بوردن كده زي ما احنا شايفين، وقلت له انا عايز الناس اللي شافوا 25% من الفيديو وعملوا كليك، كده انا بقول لتيك توك انا عايز كاستم اودينس مين هم؟ شافوا 25% من الفيديو او عملوا كليك. يعني ايه؟ يعني مثلا لو في 5 شافوا الفيديو وفي 10 شافوا في 10 شافوا الفيديو وعملوا كليك، فهو كده انا بقول له تارجت لي ال5 دول او ال10 دول اللي هم ايه؟ اللي هم عملوا كليك. طيب لو انا خليت اللي هي البوردن دي خليتها نارو. نارو يعني ايه؟ لو انا عملت كده ديليت وعملت اد رول نارو اودينس. نارو اودينس يعني ايه؟ يعني كده يعني ايه؟ يعني دلوقتي انا بقول له انا عايز ال25، انا عايز اللي هم شافوا 25% من الفيديو وعملوا كليك. يعني ايه؟ يعني انا عايز عميل واحد يكون شاف 25% من الفيديو وعمل كليك، يعني عمل الحدثين. ده كده اسمه ايه؟ ده كده اسمه النارو اودينس. النارو اودينس يعني ايه؟ يعني انا بضيق العملاء شويه. انا محتاج العميل اللي عمل الحدثين اللي هم ايه؟ الاكشن الاولاني شاف 25% من الفيديو، والاكشن الثاني ان هو شاف او عمل كليك. طيب لو هو مش نارو، لو هي بورن او الاختيار الاولاني، ده بيكون معناه ايه؟ معناه ان العميل ده هو عمل ايه؟ العميل ده يا سيدي عمل الحدث ده او الحدث ده، اختار منهم انت. طبعا النارو اودينس دي بتكون اضيق شويه. بعد ما بختار كده بقول له كونفيرم. الاول بسميهم طبعا نيم، مثلا نخليهم نسميه اود 1 مثلا، وابدا ان انا اقول له كونفيرم. وكده انا بيبقى عندي كاستم اودينس خلاص انا عملته اسمه الاود 1. طب دلوقتي انا عايز اعمل لوك لايك اودينس، ده بيحصل ازاي؟ باجي هنا كده بس بدل ما اختار كاستم اودينس بختار لوك لايك اودينس. فهو بيقول لي انا كده هجيب لك عملاء شبه العملاء الكاستم بتوعك. فدول بجيبهم ازاي؟ باجي هنا عند كاستم دي كده وابدا اختار من الداتا بتاعتي. طبعا هي لسه ما سمعتش، محتاجين نعمل ريفرش يعني. طبعا انا اللي هي لسه بتتراجع دلوقتي فمش هتظهر، فمش هقدر ان انا اعمل لوك لايك اودينس، لازم هي تتراجع الاول ويتوافق عليها، ودي على الاغلب بتاخد يوم مثلا، لان احنا شايفين مكتوب هنا بروسيسنج داتا. فانا لما اجي اقول له انا عايز لوك لايك اودينس وابدا ان انا اقول له اختار لي الاودينس، فهي هنا مش هتظهر. المفروض لما انا بقى اجي اخش هنا فيظهر الاود 1 اللي انا كاتبها، لما تتراجع هتبدا تظهر هنا واختارها. فنفترض ان انا اخترتها، فابدا اقول له انا عايز الاودينس دول. فهو بيسالني عايزهم ايه؟ كونتين ولا اومت؟ انا بقول له كونتين، يعني عايزها بتحتوي على
الناس اللي انا قلت لك عليهم دول او الاودينس دول، وابدا ان انا اقول له اول، وبعد كده اعمل كونفيرم. طبعا انا ما اخترتش الكاستم اودينس اصلا، فمش هيبدا ان هو يعمل كونفيرم، لكن هي دي الطريقه لما الكاستم اودينس بيتعمل لهم سيف، فببدا ان انا اخد اللوك لايك اودينس منهم واعمل اللوك لايك اودينس بتوعي. طيب في الجزء ده هنبدأ ان احنا نتكلم عن اننا ازاي نعمل اعلان على تيك توك بس من خلال الموبايل، مش من خلال الكمبيوتر او اللابتوب زي ما اشتغلنا قبل كده. والاعلان على التيك توك على الموبايل هو ما يفرقش كتير خالص عن اعلان ميتا زي انستجرام وزي فيسبوك على الموبايل برضه. وبصراحة انا مش بفضل النوع ده من الاعلان، لان انا وانا بشتغل على اللابتوب مثلا فبيكون عندي تحكم كامل في الاعلان وسيطرة اكتر، وبقدر اعمل اي نوع من الاعلانات، بعرف اسكيل، بعرف اسطب بيكسل، حاجات كتير قوي مش بتبقى موجودة عندي او مش بيبقى عندي الفرصة ان انا اعملها من خلال الموبايل. الموبايل بيكون اعلان خفيف وسريع لاي حد عايز حاجة بسرعة يعني، لكن هو مش بيكون اعلان احترافي للدرجة. لكن في ساعات احيانا الناس بتضطر ان هي تشتغل الاعلان من الحتة دي، فلازم نشرحه ولازم نتكلم عليه. لكن انا بالنسبة لي هو مش مجدي بالدرجة الكافية يعني. وعلى الاغلب يعني لما باجي اعمل اعلان ده بيبقى غالبا عشان فيديو فيوز مثلا، بس لو انا عايز ازود فيوز على الفيديو او لو عايز اجيب ترافيك. لكن هو طبعا مش لاعلانات الكونفرجن مثلا، او مش هتعرف تسكيل بعد كده الاعلان، مش هتعرف تسطب بيكسل من الموبايل وهكذا. فده من اقل الانواع اللي بفضلها بصراحه في كل البلاتفورمز والله، مش بس تيك توك يعني. لكن احنا هنشرحه وخلينا نقول ازاي يعني نعمل اعلان على تيك توك ونوصل لاحسن نتيجه. يعني خلينا نقول نتكلم خلاص، لو انت ما عندكش حل تاني انك تشتغل على تيك توك من الموبايل، فخلينا نشوف دلوقتي ازاي توصل لاحسن نتيجه فعلا علشان ما تبقاش بتصرف فلوس في الفاضي. احنا ده حساب تجريبي يعني عشان نجرب عليه، وانا رفعت عليه فيديو كده، فاحنا هنختار الفيديو اللي احنا عاوزينه، وبعدين ده بيكون شكل يعني شكل الاعلان بتاعي. انا طبعا الفيديو اللي انا كنت لسه مكريته ما يعني ما ينفعش ان انا اشتغل عليه بروموشن، فانا اشتغلت من الاكونت بتاعي بقى عشان نشوف هنبدأ نشتغل ازاي. فده شكل الاد اكونت يعني بتاعي من جوه، او ده الشكل بيكون على زي ما احنا شايفين تيك توك. فهو هنا بيبدأ انه يسألك اول سؤال: ايه الهدف بتاعك؟ انت عاوز تعمل ايه؟ هل انت عايز تروج للاكونت بتاعك؟ الاكونت بتاعك يعني ايه؟ يعني انت عايز تجيب فيوز للبروفايل ذات نفسه، عايز الناس يخشوا على البروفايل. لو انت مثلا بتعمل براندنج مثلا او عايز الناس تشوف البراندنج بتاعك، ولا عايز تعمل لهم براندنج فبالتالي عايز توريهم شكل البروفايل بتاعك عشان يبداوا يشتغلوا معاك، ولا انت عايز فولورز مثلا، ولا انت مثلا في فيديو معين عايز فيوز عليه، فبتبدا انك تختار الهدف بتاعك في واحده من دول. وعندك نوع تاني وهو يعني اللي احنا بنستخدمه برضو احيانا، وهو الفيزيت ويب سايت. فيزيت ويب سايت يعني ايه؟ يعني انت بتبدا انك تعمل ده شبه اعلان الترافيك اللي بنعمله من اللابتوب عادي، بس مش كونفرجن، ده بيكون اعلان ترافيك بس. تبدا انك تحط اللينك بتاعك هنا زي ما احنا شايفين كده، تحط اللينك بتاعك وتبدا انك تختار الاكشن بutton بتاعك اللي هو الزرار اللي هيظهر. واحنا في الاغلب لما بنيجي نعمله الاي كوميرس ستور مثلا فبنختار يعني شوب ناو، على اساس ان هو يعني ده متجر وتجاره الكترونيه ومش عارف ايه، فبنحط اللينك بتاعنا ونحط شوب ناو. والنوع الثالث شبه اعلانات الفيسبوك اللي بنشتغلها لما بنكون بنعمل ما بنشتغل دروب شيبينج مثلا او افيليت او ايا كان مسماه يعني عندنا في مصر. فبنعمل اعلان مسج على الفيسبوك عشان الناس تبعت رسائل نبدا ان احنا نبيع المنتجات بتاعتنا. فده برضو نفس الاعلان هنا اللي هو اعلان المسجات على تيك توك، بنبدا ان احنا نختاره ونشوف هنعمل اعلان ايه. فانت كده كده بتختار الهدف بتاعك بتشوف انت حسب الكامبين بتاعتك. فمثلا انا هختار ان انا عايز فيديو فيوز مثلا، انا عايز مشاهدات، ده الاكونت بتاعي. نيجي بقى لاهم حته وهي الاودينس بتاعتك. اول اختيار اللي هو تيك توك بيبقى معلمه لك اللي هو الديفولت ده، يعني هو بيجيب لك الاودينس بمزاجه، هو بيودي الاودينس في الحته اللي تيك توك شايف ان الناس هتتفاعل فيها. ده بيبقى مجدي مش دايما بصراحه يعني، في مرات كان نفع معايا وضرب فعلا خاصه في الحته بتاعت الفيوز، ومرات تانية لا. اوقات لما بيبقى في فيديو عندي مثلا معدي ال 10000 او ال 20000 او كده، فنوعا ما هو بيبقى عارف الفيوز بتاعته، فلما بقول له اعمله انت بشكل اوتوماتيك او بشكل اوتوميشن يعني، فبالتالي هو بيروح عشان هو عارف الناس اللي بتتفاعل معاه. لكن لو انا لسه نازل فيديو من الاول خالص كده كده تيك توك اصلا مش عارف الفيديو ده رايح لمين وموجه لمين، فمش هيعرف انه يفيدك فيه قوي. فاحنا هنقول له
كرييت يور اون، ابدا ان انا اختار الاودينس بتاعتي. باجي هنا اسميهم اي اسم انا محتاجه يعني، وبعد ما اخلص ابدا اتارجت بقى الاودينس بتوعي. فباجي اول حاجه هنا عند السن، مثلا انا مثلا هفترض مثلا الفيديو بتاعي ده موجه للرجاله بس مثلا، او موجه للسيدات بس، او موجه ليهم كلهم. انت بتختار انت حسب انت رايح فين يعني. مثلا ممكن تختار ميل بس او فيميل بس، وممكن تختار اول. انا خليها مثلا على اول. ونيجي عند العمر برضو، ده بيكون حسب انت رايح فين او حسب انت بتارجت مين. فهنقول له مثلا انا بتارجت والله من 18 خلينا نقول 44 مثلا، ومعاهم دول كمان. يبقى هم دول التارجت بتاعي، انا محتاج انك تجيب لي دول. بعد كده بنيجي عند اللوكيشن، فهو بيبدأ يسألك انت بتارجت مين او بتارجتهم في بلد ايه. طبعا انت بتختار بلد واحدة يعني، وهو بيبدأ انه يتارجتها لك. او لو عايز محافظة مثلا بعينها، يعني مثلا ممكن نقول الكسندرية مثلا، زي ما احنا شايفين كده. كده انا اخترت اسكندرية. هو بيقول لي ان السبيسيفيك بتاعتك هنا في الاودينس من 2 مليون ل 2 مليون ونص تقريبا. وممكن ان انا يعني اشيل اسكندريه خالص واقول له لا انا بتارجت مثلا ايجيبت كلها. فبعد ما انا خلاص كده اخترت انا كده دي البلد اللي انا بتارجت الاودينس بتوعها، فاقول له سيف. وبعدين اجي عند اهم حاجه بقى. اهم حاجه هي ايه؟ هي الانترست. اجي الناس دي مهتميه بايه اللي انا عايز اوصل لهم. انا هقول له مثلا انا بقدم مثلا محتوى تعليمي، فانا هات لي الناس اللي مهتمه بالإديوكيشن ومعاهم مثلا خلينا نقول ممكن السفر مثلا، او الفاينانشال سيرفيس مثلا. لو احنا بقدم محتوى تعليمي برضه بتكلم في الفلوس احيانا، فاختار الاختيارين دول، او بتختار اختيار واحد مثلا. فانا خلينا نقول انا دول اللي هختارهم، وهو دول الاودينس بتوعي اللي انا محتاج اروح لهم. وبعدين هبدا ان انا اقول له سيف. كده انا عملت التارجت اودينس بتوعي خلاص زي ما احنا شايفين كده. باجي عند نقطه مهمه جدا، وهي البادجت بقى بتاعي. انا محتاج اصرف قد ايه؟ انا خلينا مثلا نقول انا هصرف مثلا، خلينا نقول يعني نقول 50 جنيه مثلا في اليوم الواحد. طبعا التحكم في بقى دي اسوأ حاجة في عن تيك توك، هو التحكم في السعر ده. لان زي ما احنا شايفين كده ما بتكونش ثابتة وبتروح وتيجي. فخلينا نقول يعني لا 15، لا مش عارف اثبتها الحقيقة. ماشي خلينا نقول 15 نسكيل بقى المدة نخليها بشكل اكبر. انا هقول له اكبر حاجة 7 ايام. يبقى انا عايزك تصرف لي 15 جنيه في اليوم ولمدة 7 أيام. فهو بيجي هنا يحسبهم لي، يقول لي أنت كده محتاج تصرف 105 جنيه. وطبعا في تاكس اللي هم 14% القيمة المضافة دي موجودة في تطبيقات في مصر، وكده كده احنا بنشتغل بيها في السعودية من زمان يعني. فدي كده كده موجودة. فهو كده بيقول لي التوتال بتاعك 119 أو 120 جنيه. ببدأ كده إن أنا خلاص أقول له باي اند ستارت بروموشن. وبعدين بيجي هنا ويقول لي دخل بيانات الدفع بتاعتك. ببدأ إن أنا أدخل بيانات الفيزا بتاعتي واعمل كونفيرم، والاعلان وقتها بيشتغل عادي جدا.